السلام عليكم. قلت لكم من فتره ان انا اطلع انا باشمهندس علي شاهين، والحمد لله دي وصلت له اهو بعد ما الدائري يطلع عيله. بس الحمد لله وصلنا. فانا موجود عنده مستضيفني في شركته الجميله، وبصراحه يعني من ساعه ما جيت كده اهوت انا حاسس ان انا مستريح اكتر من انا مستريح في البيت. بس هنتكلم بقى في كام توبيك كده اهوت. انا كنت حابب نتكلم معاهم فيه لان هو من اكتر الاشخاص اكسبيرينس ولما بيتكلم فعلا بيكون مدرك حاجات كتير قوي. لان انا انا بيبقى عندي اعتقاد ان طول ما انت قريب من الفيلد او البروجرامينج واشتغلت بايدك مثلا فتره قريبه، فانت هتبقى من اكتر الاشخاص اللي تعرف تفيدنا انا كشخص ماشي. فهو لسه يعني لحد وقت قريب كان اصلا ديفلوبر زينا ماشي، قبل ما يكون مثلا بزنس اونر او الكلام ده كله. لحد فتره بسيطه جدا هو كان ديفلوبر زينا. صحيح. فلو انت مثلا، لو انا مثلا دلوقتي قدامي شخصين، واحد فيهم مليون سنه اكسبيرينس، واحد فيهم 10، بس ال10 دول هو لحد البوينت دي وهو بيكتب كود مثلا وهو عارف انا از ديفلوبر اقدر اطور نفسي ازاي، فانا هروح للي عنده 10 سنين، مش هروح للي عنده مليون سنه اكسبيرينس. فانت ايه رايك في ده؟ وطبعا يا عمرو، قبل اي حاجه اهلا بيك في بيتك ومكانك اي تي ليجند. انا طبعا عمرو من الناس اللي انا كنت اعرفهم، وكنا بنتكلم مع بعض من فتره بس ما تقابلناش. دي اول مره نتقابل، وانا بصراحه كنت حابب ان انا اشوفه واتعرف عليه. لان انا طبعا دايما بفترض في الناس ان هم الناس طيبين وكويسين، ودي حقيقه عمرو بالمناسبه، مش مجرد افتراض مني. فاول حاجه انا مبسوط بوجودك طبعا معانا، وان شاء الله باذن الله نقدر نقدم شيء مفيد وهايل للناس يعني. ان شاء الله. فاحنا لو بنتكلم الاول على قصه فرق الاكسبيرينس، هي فرق الاكسبيرينس طبعا اكيد بيفرق، واحنا بننصح الناس. ومش بس كده، فكره ان انت تكون قعدت على كراسي كتير. تمام. يعني انت قعدت على كرسي اللي هو المبتدئ اللي لسه بيدور على شغل، وقعدت على كرسي اللي اشتغل سنه وسنتين، وقعدت على كرسي اللي بيعمل انترفيو، وقعدت على كرسي المدير اللي بيستقبل الناس اللي بتجيله في التيم وبيدربهم ويخليهم احسن، وقعدت على كرسي البيزنس اونر اللي هو المفروض بيدفع بقى ثمن الناس دي. فاللي هو بيبقى ليه تفكير تاني اصلا. فوجود شخص على كراسي مختلفة بيخليه قادر ان هو يشوف جوانب مختلفة، يقول لك الصوره كامله. صحيح. فدي الفكرة يعني. طيب من واقع الاكسبيرينس بتاعتك، هي كانت اكبر حاجه او اكتر حاجه دايما بتحير اي حد دلوقتي؟ هو دلوقتي انت فاهم بسبب اللي بيحصل ان دلوقتي الدولار بيغلى، او مثلا الحاله الاقتصاديه البلد عامله ازاي، فالناس بتحاول ان هي تسرفايف، بتحاول ان هي تعيش. فتحاول ان تعيش انت محتاج فلوس. صحيح. البرمجه من الحاجات اللي كاتشي شويه مثلا في جزء الفلوس دوت، علشان خاطر السالاريز فيها او متوسط السالاريز فيها اعلى شويه من باقي صحيح. من باقي الشغل عموما. فعشان كده الناس بتيجي قوي. فدلوقتي عدد الناس اللي بقت بتبدا او عايزه تبدا بروجرامينج كبير جدا. مظبوط. ماشي. طيب انا دلوقتي عمرو، انا ما اعرفش اي حاجه، انا رحت مخبط دلوقتي على الباب ورحت قايل لك انا في ارضك الحقني، انا عايز ابدا في البروجرامينج. فاعرف ابدا ازاي في البروجرامينج صح، اعرف ازاي اختار المجال بتاعي. خلينا نبدا فيهم واحده واحده. انا دلوقتي جات لك في البدايه خالص، قبل ما هبدا في اي حته قول لي ازاي اقدر ابدا. طيب واحدة واحدة بس الأول. هو مش احنا بس كبلد اللي بنتعرض لمشاكل يا عمرو، يعني مثلا في بلاد كتير عندها مشاكل اقتصادية ومشاكل كبيرة جدا، بس ناجحين جدا في قصة البرمجيات. والمثال اللي قدامنا هي الهند. يعني الهند ما هياش دولة متقدمة يعني اقتصاديا، ولا هي دولة قوية ولا الكلام ده كله، لكن الهند عندها مبرمجين بتنافس في العالم كله. يعني معلش، مديرين في مايكروسوفت وجوجل والكلام ده كله هم هنود. الفكرة مش فكرة الأزمة الاقتصادية قد ما هي فكرة المنتاليتي. احنا في مصر تحديدا عندنا منتاليتي التسرع، ان احنا بنحاول ان احنا عايزين نمسك حاجة بسرعة، او عايزين نعمل حاجة بسرعة، او عايزين نوصل لحاجة بسرعة. تمام. فده بيعمل تصادم شوية مع مجال زي مجال البرمجة، بيحتاج شوية وقت عشان توصل فيه لمستوى كويس. في بعض المجالات ممكن توصل فيها الحاجة تمام بوقت اقل موجود. بس يعني نقطه السرعه ديت احيانا بنكون مجبرين عليها. يعني مثلا اقول لك مثلا سيناريو طبيعي جدا. ماشي. انا مثلا حاسس ان انا في الجامعه اتنصب عليا. ماشي. انا دخلت الجامعه زي اي حد خالص، فاكر ان انا لما اتخرج من كليه هندسه انا هطلع اشتغل. فطلعت علشان خاطر اشتغل اقدم في الشغل. انا اصلا انا ما عرفتش انا هشتغل كايه. انا خرجت والله انا ضحيتي كلها
ما عرفتش انا اصلا انا هشتغل كايه. ماشي. فلقيت نفسي ان انا لسه هتعلم تاني علشان خاطر اصلا الاقي حاجه اشتغل بيها. ماشي. ففي الوقت دوت انا دلوقتي متخرج من الجامعه 24 سنه. ماشي. خلاص كنت اول ما اتخرجت انا تميت 24 سنه على طول. فانا محتاج ان انا هل عندي وقت اقدر ابذله في ان انا اتعلم بعد ما انا قضيت 24 سنه بتعلم؟ فاهمك. فكنت محتاج اللي هو ايه، مش صح، انا احب ان انا يكون عندي وقت الكلام ده كله، ولكن انا اول ما بدات 24 سنه انا لحد وقتنا هذا ابو والدي اللي هو اللي بيصرف عليا، ربنا يديه الصحه، يعني حد قصدي 24 سنه والدي هو اللي كان بيصرف عليا. فانا محتاج ان انا اوقف السايكل دي 24 سنه كفايه قوي. صح. فكنت هدفي الاول قبل اي حاجه بصراحه تكسب. ان انا فالحاله ديت كومن. طبعا طبعا. دي جوه اصل المنتاليتي بتاعتنا، جوه اصل التربيه بتاعتنا، ان انت اهلك مش هيرحموك وانت مش هترحم نفسك. انت ايه رايك يعني بس دي اعمل ايه؟ بص، هو احنا اصلا انا سعي كله على فكره الفتره الاخيره في نصايحي للشباب ان هم ما يوصلوش لمرحله ان هو اتخرج اصلا وبيدور على شغل، لان هو مش هيعرف يعمل اللي انت عملته اصلا. يعني اللي انت عملته يا عمرو ان انت بعد التخرج قدرت ان انت في وقت قليل ان انت تظبط نفسك وتجين اجوب. تمام. على فكره انت عملت حاجه حرفيا غيرك كتير جدا ما يعرفش يعملها، لان الموضوع مش سهل اللي انت عملته ده. فاحنا بنحاول نزق الناس ان انت يا جماعه في فتره الكليه اهتموا وذاكروا وظبطوا نفسكم كويس جدا، عشان انت اصلا ما توصلش للنقطه دي. طب انا وصلت لها خلاص، انا اتحطيت قدام القطر وانا فعلا بتكلم والقطر هيدوسني. انت فعلا عندك حق. لازم نبدا زي ما انت بتتكلم بالظبط. لازم تبدا اللي هو من اول ما تدرك يعني ايه مثلا المجال اللي انت ماشي فيه تبدا على طول. طبعا. بس اتزنقت بقى اعمل ايه؟ بالظبط. خلاص القطر هيدوسني بقى دلوقتي. بالظبط. انا دلوقتي قدامي بقى حل من اتنين، يا اما انا يكون عندي القدره على الصبر وابتدي ان انا اظبط نفسي واتعلم. حتى ممكن اجين شغلانه تانية، ممكن اشتغل شغلانه تانية تكون الشغلانه دي بتدخل لي بعض الدخل. تمام. والدخل ده اصرف على نفسي بيه لحد فتره التعلم. تمام. وفي اوبشن على فكره ان حد يعمل زي اللي انت عملته، فاهم قصدي؟ بس اللي انت عملته هو فادك وضرك، هو فادك ماديا، فاهم قصدي؟ بس ضرك ذهنيا وضرك جسديا وضرك في حاجات كتير بالمناسبه. يعني انت النهارده انت دوست على نفسك. حالتي انا هي دي النقطه اللي انا فعلا انت في جزء كنت كلمتني فيه قبل كده يا عمرو. انت لما بتنقل للناس حاجه ما بتنقلهمش الناس حاجه كامله. وانا كنت حاسس ان انا فعلا بخدع الناس بحاجه زي ديت. يعني انا مثلا وصلت للناس ان اشتغلت بسرعه، ما وصلتش للناس ان انا كنت بقطع نفسي علشان خاطر اشتغل طبعا. ده انا ما عرفتش انقله. طبعا. ماشي. ما حبيتش ان انا اقعد اشتكي وبتاع والكلام ده. فانت عندك حق فعلا في الحته ديت. فاتفضل. فانا النهارده كشخص تمام ممكن ادوس على نفسي مثلا فتره، اشتغل ليل ونهار واركز ليل ونهار وادوس واخد كورسات كتير جدا واعمل الكلام ده كله وممكن اوصل. طبعا هي يعني قدرات الناس تتفاوت. يعني اللي انت تقدر تعمله ممكن غيرك ما يقدرش يعمله بالمناسبه، فاهمني؟ بس طالما انت عملته يبقى في غيرك يعرف يعمله. بالظبط. طالما انت عملته يبقى في غيرك ممكن يعرف يعمله. بس هيدفع ايه عشان يعمله؟ هل هو ينفع؟ هل هو متقبل يدفع الثمن اللي انت دفعته ولا مش متقبل؟ فاهم قصدي؟ لان انا باحتكاكي مع الشباب فكره ان انت تدوس، يعني انت سبت 4 سنين ما دوستش فيهم على نفسك في الكليه، فقررت ان انت تدوس على نفسك في 3 اشهر. تمام. هل دي سهله؟ هل دي اي حد يقدر يفكر فيها او اي حد يقدر يعملها؟ لا. طيب هل اللي عملها وجربها واشتغلها هل هو في ارتياح فيها؟ لا. هل انا راسم لنفسي مثلا ان انا اشتغل في البرمجه كام سنه؟ ما انا ممكن فعلا بعد اللي انت عملته ده يا عمرو اقدر ان انا اشتغل في البرمجه عدد سنين معينه. بعد عدد السنين دي انا ممكن بعدها الاقي نفسي انا مش عارف اشتغل في المجال ده من غير ما انا اكون مثلا فصلت فتره وقاعد فيها باخد كورسات عشان اظبط نفسي. انا محتاج افهم الحته دي اكتر. يعني حلو قوي. انت ممكن تشتغل مثلا 3-4 سنين. حلو. في ال3-4 سنين دول حصل فيهم مثلا تطور ما، فمثلا مجال مثلا زي مجال الفرونت اند ما بقاش مجال مطلوب قوي، مثلا شغال فرونت اند ديفلوبر مش كده مظبوط، هايل جدا. ممكن مجال الفرونت اند ما يبقاش مجال مطلوب قوي بعد 3-4 سنين لان احنا مش عارفين حجم التغير، بس عشان كلامي يبقى واضح لان هو مجال دلوقتي مطلوب. فاهمني؟ عشان بس كلامي يبقى واضح. ممكن بعد 3-4 سنين ما يكونش اكتر مجال مطلوب في الدنيا، فتتجه انت يا عمرو ان انت تتعلم حاجه زي الذكاء الاصطناعي مثلا. فانت النهارده يا عمرو عشان تدخل في الذكاء الاصطناعي فانت محتاج ان انت تدخل في تفاصيل جوه الماث،
اللي هي كانت مهمله بالنسبه لك فتره الكليه، طبعا واللي انت اكيد ما اتعلمتهاش عشان تشتغل في الفتره القصيره اللي انت اتعلمتها. منطقي صح، هايل جدا. بعد الماث هتحتاج ان انت مثلا تخش في شويه تفاصيل لها علاقه بالالجوريثم والداتا ستراكشر والكلام ده كله، اللي انت اكيد نسيتها، لانك حتى لو كنت فاكرها ايام الكليه، فالفتره اللي انت اشتغلت فيها 3-4 سنين من دلوقتي لحد ما نوصل للكارثه اللي احنا بنتكلم فيها دي، تمام، فانت مش فاكرها. فاهم قصدي؟ تمام. انك ايدك مش فيها، تمام. هترجع تذاكرها من الاول. تمام. فالفتره اللي انت هتاخدها، الفتره المقتطعه اللي انت هتاخدها عشان تذاكر الكلام ده، مش تبقى فتره صغيره. هنا بقى في نقطه بقى، يعني انا مثلا دلوقتي انا كعمرو اللي انا بعمله ايه، انا شايف ان الكلام ده هيكون اكوريت جدا في حاله ان انا بروح شغلي من الصبح لحد ما اخلص يومي وخلص على كده، ما بعملش حاجه تاني. بس في حاجه اسمها سيلف ديفلوبمنت. انا مثلا دلوقتي انا طول الوقت انا اتعلمت حاجات كتير جدا بعد ما اشتغلت اوريدي اكتر من اللي اتعلمته قبل ما اشتغل. طبعا ده اكيد. فانا دلوقتي يعني انا مثلا اللي قلنا ايه، ان احنا هناخد فتره مستقطعه علشان خاطر احاول الذكاء الاصطناعي. فانا عايز اقول لك انا اقدر اعمل السويتش ديت شهر، مش علشان خاطر انا جامد تنين واعرف اخلص اللي الناس بتخلصوه مثلا مش عارف ايه، لا، عشان خاطر الفتره دي كلها انا كنت قاعد بدرس. هو انا السنين اللي فاتت دي انا يعني مثلا اوريدي اشتغلت سنين، انا كان بيبقى عندي ايام بعد ما بخلص الشغل بتاعي بقعد اذاكر، اخر الاسبوع بقعد اذاكر، والموضوع كان بيبقى عالي خفيف. انا طبعا بحترم طبعا رايك جدا يا عمرو، بس انا بخالفك في الراي في النقطه دي، لان انت حتى لو بتتعلم طول ما انت ماشي، حتى لو انت بتجهز نفسك في الفتره دي، فما اظنش ان الموضوع ممكن ياخد جاست شهر. انا اعتقد مجال مثلا زي الذكاء الاصطناعي ممكن از ترانزيشن، بدايه من ان انت تفكر في الفكره تخطر في بالك لحد ما انت تحس ان انت ابتديت تبقى على اول الطريق. اعتقد ممكن الموضوع ده ما ياخدش اقل من سنتين. لان الموضوع تقيل قوي. يعني انا دخلت في تفاصيل الموضوع شويه، يعني دخلت في تفاصيل دراسه الموضوع. انا مش متخصص ذكاء اصطناعي على فكره، فاهمني، ولا بفهم حاجه على الموضوع ده اصلا. انا راجل تخصصي بروجرامينج .NET، تمام، وده اللي كانت الاكسبيرينس البريفيوس بتاعتي كلها. لما جيت انا ادخل الموضوع لقيت ان الموضوع حجمه كبير قوي، فاهم قصدي، كبر الموضوع مش بس في حجم الدراسه، في حجم التعقيد اللي جوه الدراسه، وفي حجم التغير السريع جدا 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 اللي بيحصل. يعني اديك مثال، مثلا في مثلا بيبر نزلت مثلا من 3 اشهر. البيبر دي فيها شويه معلومات عن الالجوريزمز بتاعه الماشين ليرنينج والكلام ده كله، لغت حاجات احنا كنا بنذاكرها قبل 3 اشهر دول، وضافت حاجات جديده اصلا. فاهم قصدي؟ بس الموضوع كحجم مش قليل. فاهم قصدي؟ كحجمه كبير، حجمه مجعلص كده. انا فاهم. بس الكلام ده يطبق على اي نولج برضو كانت موجوده عندي قبل ما ابدا في مجال البرمجه. انا معاك، بس الترانزيشن خلينا نقول بلاش نقول الذكاء الاصطناعي، خلينا نقول هنعمل ترانزيشن مثلا انا فرونت اند على باك اند. هنبقى باك اند مثلا. طبعا انا كده بحب الدوت نت جدا، انا بحب الدوت نت جدا. الدوت نت رقم 1 عندي، وبعد كده الجافا سكريبت كود. صحيح. فيعني انت النهارده هتروح مثلا باك اند، فهتضطر انت هتلاقي نفسك عايز تذاكر داتابيز، هتلاقي نفسك برضو هتظبط نفسك في اللانجوج نفسها شويه، هتلاقي نفسك محتاج شويه بروبلم سولفنج، هتلاقي نفسك طبعا بروبلم سولفنج احنا ما فيش حد كبير على بروبلم سولفنج يعني اكيد. هتلاقي نفسك ممكن تحتاج شويه داتا ستراكشر والجوريزم او كلام من ده، وبعدين تبتدي ان انت تبراكتس الموضوع ده. فلو انت طبعا كنت بتذاكر وكنت مهتم والكلام ده كله، ممكن يكون الموضوع الفتره الترانزيشن دي ممكن ما تبقاش كبيره لو انت كنت بتذاكر فعلا مع شغلك. لو انت ما كنتش بتذاكر مع شغلك طبعا هتبقى كبيره، الترانزيشن دي هتبقى كبيره جدا، هتبقى كبيره، وممكن كمان ما تنجحش فيه. طبعا لو انت فعلا كنت خلاص انت بتشتغل عم هتعتبر نفسك موظف، الديفلوبر عمره ما ينفع يكون موظف، عمره. فانت لو كنت معتبر انت موظف بتروح تأدي شغلك وبعد كده تروح، انت في عرضه اي وقت ان البرمجه تسيبك، هي تقول لك احنا شكرا. بالظبط. المعلومه اللي تخفى عليك يا صديقي العزيز ان في ناس كتير جدا جدا بيتعاملوا مع البرمجه على ان هي وظيفه، لان عدد الناس لو قلنا نسب مثلا، عدد الناس اللي بيعتبروا نفسهم موظفين على مستوى العالم هم اكتر من 85% من الناس. وعدد الناس اللي مش بيعتبروا نفسهم موظفين او هو بيبلان ان هو يبقى بيزنس اونر، وانا عارف ان دي بلان في دماغك، فاهم قصدي، من طبعا من ستايل الكلام اللي انت بتتناقش بيه. فعدد الناس دول ممكن يبقى اقل من 15% كمان، ممكن يبقى اقل من 15% كمان. ففي عدد كبير جدا من الناس بيتبط
اول ما يبتدي ان هو ياخد اول مرتباته وكلام من ده بيبتدي ان هو يهدى وينسى كده. وكلام بجد والله. ده حقيقي. وفكره ان انت تكون بتبرمج الصبح وعندك هيدك كبير قوي وتيجي بالليل تذاكر، دي فكره مش سهله. فاهم قصدي؟ انا معاك ان ممكن تكون يعني بالنسبه لك فكره ابليكابل، فاهم قصدي؟ لكن ممكن تكون بالنسبه لغيرك مش ابليكابل. وراعي تماما فروقات الناس وفروقات القدرات بتاعتهم. انا متفق معاك حقيقي يعني. ففكره ان احنا بنقول ان الناس تبتدي ان هي تدوس على نفسها في فتره الدراسه وتظبط نفسها كويس جدا، عشان لو حصل تغير في المجال في اي وقت او حبيت تتنقل من حاجه لحاجه في وقت، فانت عندك القدره ان انت فتره الترانزيشن دي ما تبقاش فتره كبيره، ما تبقاش حاجه كبيره قوي اللي هي تبوظ لك الدنيا. انت النهارده لو بتشتغل بقالك 3 سنين، فانت مرتبك ممكن مثلا يكون من $1000 ل $2000 مثلا، بدي مثال يعني. تمام؟ ممكن طبعا ده الحقيقه مثلا يعني فعلا الوضع. تخيل ان انت لو قعدت، انت مرتبك مثلا في الاول ممكن يكون مثلا $200 الفتره الاولانيه، $300 مثلا 200. لا دلوقتي $200 لو انت بادئ هيبقى 200. حلو. لو انت اديت نفسك سنه تدرس صح، اضرب 200 في 12 يديك كام؟ $2400. انت عايز تعمل ترانزيشن بعد 3 سنين، تمام؟ هتاخد وقت قد ايه؟ قول هتاخد 6 اشهر مثلا قول تاخد 6 اشهر، تمام؟ كان مرتبك كام وقتها؟ كان مرتبك $2000 في 6 اشهر، يعني كام ريس؟ $2000 في 6 اشهر، يعني بتتكلم في 12,000 $. فانا النهارده ادفع حرفيا مثلا $1200 ولا كذا، ولا ادفع $12,000. التكلفه هتكون اعلى بكتير جدا. ده غير لو انت عندك مسؤوليات، ده غير لو انت وقتها حتى ذهنيا مش جاهز قوي ان انت تدرس، عندك مشاكل في حياتك، عندك حاجه. لا الموضوع صعب حقيقي، الموضوع صعب. فطب ليه يعني احنا ليه نروح في السكه دي؟ فاهم قصدي؟ وبعدين احنا يا عمرو عايزين يبقى عندنا هدف كلنا نلتقي عليه جميعا، انا وانت واي حد بيقدم محتوى معانا على يوتيوب، وزمايلنا كلهم، كل الاحترام طبعا لكل زمايلنا وحبايبنا اللي بيقدموا محتوى على اليوتيوب، ان احنا عايزين نطلع بجيل افضل من الناس. حلو. يعني عايزين نقدم للمجتمع جيل افضل من الناس. عايزين لما في شركه يتقدم لها مبرمج مصري، مبرمج من الهند، المبرمج المصري يكون افضل من مبرمج الهند. طب ما تيجي نشوف الناس دول بيعملوا ايه. وفي الحقيقه انا عايز اقول لك، يعني انا مثلا لسه كان قريب جدا كان ليا صديق مسافر شغال دلوقتي في السويد. هم شغالين في الشركه السكيل بتاعها كبير جدا، هم شغالين 100 ديفلوبر باك اند بس. 100 سينيور 4 مصريين و96 واحد هنود. يا ساتر. بيقول لك الشغل مقسوم بالظبط 50 على المصريين و50 على الهنود. يا نهار ابيض والله العظيم قال لي كده، قال لي انا مش شايف. فبقول له الكلام ده، طب الكلام ده بيحصل ليه؟ قال لي علشان خاطر الحاجات اللي بتبقى زي ما تقول ايه، احنا بنبقى اسهل في المناقشه. احنا كبشر بتبقى الكوميونيكيشن بتاعتنا كمصريين، الكوميونيكيشن بتاعتنا اسهل. صح. لو اي حد دلوقتي اكسبيرينس، اسال اي حد في حياتك تعرفه، ان انت مثلا اي اسوأ انترفيو بتخشها، مش علشان خاطر هو مش تكنيكال كويس ولا الكلام ده، بس الكوميونيكيشن مع الهنود صعب. دي حقيقه، دي مش شرط الناس كلها، ده حتى الخلايجه كده. الكوميونيكيشن مع الهنود صعب جدا. فاحنا عشان احنا اصلا الحمد لله متميزين في الجزء بتاع الكوميونيكيشن ده، لما نبقى كويسين كمان فبنبقى الحمد لله في حته تانية خالص. دي حقيقه، وهو ده اللي احنا عاوزين نقوله. عايزين نحط فيجن كده عندنا كلنا، ان احنا نقدم ناس فعلا تبقى بتكمبيت في الشركات الكبيره، بتكمبيت مع اي جنسيه تانية. لان للاسف الشديد دي حاجه من الحاجات اللي بتضايقني يا عمرو، لما انا بسمع مثلا في الخليج او بسمع في شركات مثلا بره، تمام، ان هو بيقول لك احنا لما بتقدم عندنا مصريين ما بنبقاش عايزين ناخدهم. دي حاجه بتضايقني، حاجه بتخليني مش مبسوط. طب هو ليه ما بقاش عايز ياخد المصري؟ شويه حاجه سوفت سكيلز على شويه حاجه تكنيك بس. فاحنا لا، احنا دورنا ان احنا نودي الناس للكلام ده، نودي الناس للمنطقه دي، تمام. واللي عايز ياخد تجربه شخصيه من اي حد ياخدها منه على الواتس. فاهم قصدي؟ يعني سي مثلا انت عمرو وصلت ازاي للي انت فيه ده في فتره كذا، او انت بتطور نفسك ازاي عشان بلان اللي هي كذا، فاهمني؟ دي عادي ممكن نقولها مع بعض كاصحاب على الواتس، نتكلم فيها، تمام. وتبقى انت بتسال، انت كطالب وانت بتسال عارف ان في فرق قدرات، عارف ان في فروقات ما بين الناس وبين بعضها، وفي فروقات في البلانز على فكره. طب السؤال العظيم بتاع فرق القدرات بقى، اللي هو البرمجه تاخد معايا وقت قد ايه لحد ما اتعلمها؟ حلو، ده كلام جميل. انا بصراحه انا مش من الناس اللي بحب احدد وقت خالص. حلو. انا بشوف ان طالب حاسبات عنده 4 سنين في الكليه،
ال4 سنين دول لو قسم مجهوده مع الكليه ومع الدراسه هيخرج من الكليه زي الفل. ده بالنسبه لطالب حاسبات. طيب طالب بره حاسبات تمام وعايز يدخل القصه دي، انا شايف مثلا يعني ادي نفسك وقت انيشيال، حط في بالك، خلي بالك بس حط في بالك ان ده ممكن يكون اكتر ممكن يكون اقل، لان انا فعلا مش هقدر احكم على الوقت بتاعك ابدا بالمناسبه يعني. حط مثلا 2 سنين، ممكن يكون اكتر ممكن يكون اقل، حسب ايه انت بتدي البرمجه كام ساعه من يومك، انت مركز فعلا في الموضوع ولا انت واخده ايه النهارده ذاكرنا وبكره ذاكرنا وبعده لا انا مش معاكم. تمام دخلت في حته شويه وما عجبتنيش فخرجت ودخلت في حته تانية وما عجبتنيش ودخلت يعني هل انت مركز بتدي عدد ساعات كويسه جدا ماشي على خطه كويسه تمام يعني خدت بالاسباب كلها بتاعت ان انت توصل للحاجه دي، والله ممكن ربنا يكرمك وتخلص مثلا الرود ماب مثلا كويسه ومحترمه مثلا في سنه في سنه ونص في سنتين في 3 حسب انت قدراتك شكلها عامله ازاي ومرتب البلان بتاعتك ازاي. تمام المهم ان انت تبقى مستمتع بالرحله اللي انت داخلها، يعني ما تبقاش انت داخل الموضوع بداخله قرف يلا بقى خلينا نخلص عايزين ناخد لنا قرشين، لا لو انت مستمتع بالرحله اللي انت داخلها فصدقني مش هيفرق معاك هي الرحله دي سنه ولا سنتين ولا 3، اللي هيفرق معاك ان انت تخلصها كويس تخلصها صح يعني. وانا هنا برضو كان في برضو الجزء السلبي او من الرود اللي انا ماشي فيه، ان انا زي ما اقول ايه بعت الضغط النفسي مثلا اتحطت عليا او الحاجات دي كلها عشان خاطر انا عايز اوصل للتارجت بتاعتي بسهوله. يعني انت مثلا بتقول لا انا ما بحبش ان انا مثلا احط وقت عشان خاطر تبقى ماشي براحتك والكلام ده. انا الوقت بتبقى اول حاجه انا بعملها قبل ما ابدا في اي حاجه. وفكره ان انا كل يوم ببقى بجري مثلا واشوف مثلا كاونتر مثلا بيقول انا عايز اقول لك الموبايل بتاعي هتلاقيه مليان كاونترز، تارجت اللي انا عايز اعمل كذا عايز اعمل كذا قبل كذا عايز اعمل كذا قبل كذا. فدايما انا طول الوقت انا حاطط نفسي تحت ضغط شديد جدا تحت ستريس عالي جدا. والناس عندي في التشانل عرفت ان الضغط عمل فيها ايه في وقت من الاوقات بالظبط. كان ريسك على حياتي شخصيا طبعا. فاللي انا بعمله هو ممكن ان اي حد يعمله. الارقام بتبقى سريعه والكلام ده كله بتقدر مثلا انت الحمد لله تحقق حاجات مثلا في اوقات اسرع من الناس اللي حواليك شويه، بس انت بتستهلك طاقه عمرك حاجه كده يعني. كل حاجه ليها ثمن. كل حاجه ليها ثمن. احنا لما كنا بنلعب العاب البلاي ستيشن زمان كان لما مثلا بيبقى في معاك مثلا محارب ولا حاجه انت بتلعب بيها كان بيبقى ليه هيلث كده تمام، ما انت كل ما بتتضرب كل ما الهيلث بتاعتك بتقل. انا بديها لك بمفهوم يعني بس الناس اللي بيتفرجوا علينا يفهموه. فانت عمال تتضرب الهيلث بتاعتك بتقل. طب ليه انت يعني خلي بالك والله العظيم انت هتوصل في مرحله من حياتك هتعرف ان الحاجات الغاليه ما بتتشريش بالفلوس، ان كل اللي بفلوس رخيص، اي حاجه بفلوس رخيصه. في حاجات بقى تانية مش بفلوس تمام هي دي اغلى حاجه ممكن تكون موجوده في حياتك. فانت لازم تكون عارف تمن كل حاجه، يعني اي حاجه انت بتعملها لازم تكون عارف الامباكت بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي. وده على فكره اللي انا ذكرته لك من شويه ان انا قلت لك ايوه انت عملت اتشيفمنت لكن انت جسمك رد عليك. حصل. فاهم قصدي؟ يعني جسمك كان ليه رياكشن بيقول لك لا كفايه ارحمني. ده حصل كفايه ارحمني انا مش قادر. حصل. فاهم قصدي؟ فانت نفسك يا عمرو تحت يعني ممكن تقعد مع نفسك تفكر في بلان متوازنه، مش ليك انت لوحدك، لينا كلنا وانا كمان اولكم، ان البلان نفسها لازم تكون متوازنه، فيها جانب صحي، فيها جانب علمي، فيها جانب مالي، فيها جانب روحاني لله سبحانه وتعالى قبل اي حاجه طبعا الكلام ده كله. اللي هي ايه بقى البلان؟ قول لي واحد اللي هي البلان مثلا. ابدا ازاي؟ خلينا اكلمك. بص انت بتتكلم على البرمجه. برمجه حلو زي الفل. خلينا نتكلم ان احنا عاوزين مثلا نبتدي مع بعض برمجه دلوقتي ونوصل لحاجه كويسه، وخليني اخاطب شخص مش دارس حاسبات ومعلومات تمام، عشان عدد الناس اللي بيحاولوا يدرسوا برمجه بره حاسبات هم اكتر تمام، بسبب التسرع، بسبب اللهوجه، بسبب الكروته تمام. المصريين عندهم مشكله شديده جدا في الناس اللي مش خريجين كمبيوتر ساينس وبيشتغلوا في مجالنا تمام، بيتعبوا جدا جدا في اول شغلهم. يعني حتى لو هو عمل جين للجوب بيتعب قوي في اول فتره شغله، لان في كونسبتس كتير جدا بتدرس في الكليه وقع منه، لان هو اعتمد على كورس درس له تكنولوجي وخد التكنولوجي دي اشتغل بيها في شركه، يكتشف ان في حاجات كتير وقع تمام. في حين ان هو لو درس الكلام ده كويس جدا وظبط نفسه في النولج دي كلها كويس هيلاقي نفسه بيتعب اقل ويلاقي نفسه بيجين جوبس افضل وبيوصل احسن. تمام. وطبعا طالب حاسبات لو هو مش مهتم اصلا بالحاجات دي كلها وبيكبر دماغه هيبقى اوحش
من اللي مش طالب حاسبات ومهتمش، يعني على الاقل اللي مش طالب حاسبات حاببها على الاقل يعني. فاول حاجه انت لازم تاخد مقدمه في علوم الحاسب، دي اول حاجه، ودي اول ماده بيدرسوها بتوع طلبه حاسبات، ودي اللي بتدرس فيها بقى الباينري سيستم، وبتدرس فيها يعني ازاي الكمبيوتر بيفهم الصور والفيديوهات والكلام ده كله، اللي هو في جزء كبير منها موجود في اول اسبوع من كورس CS50. تمام. طبعا بيبقى في حاجات اكتر من اول اسبوع من CS50، بس يعني الماده دي ماده مهمه قوي، موجوده في اماكن كتيره جدا ممكن ان انت تدرس فيها. تاني حاجه ممكن تتعلم ان انت تحل شويه مسائل بالفلوت شارت، باستخدام الفلوت شارت تحل شويه مسائل بروبلم سولفنج. تمام. ده هيساعدك ان انت بس دماغك تبتدي انها تتحرك وتشتغل. بعد كده تبتدي ان انت تشوف لغه برمجه تحب تبتدي بيها. انا مش من الناس يا عمرو اللي انا بحب اقول لازم نبتدي بلغه برمجه معينه، لا، انت ممكن تبتدي بسي بلس بلس، ممكن تبتدي بسي شارب، ممكن تبتدي بجافا، ممكن تبتدي ببايثون، مش فارقه خالص انت تبتدي بانهي لغه مع جافا سكريبت. لا، ما انا مش من الناس اللي بحب البدايه بالجافا سكريبت. طب انا هنا في سؤال بس. لو انا دلوقتي مثلا قررت ان انا هاخد تراك معين، حلو، ماشي، ولنفرض مثلا ان انا هنقول مثلا مثالين، واحد قرر ان هو يشتغل دوت نت، ثاني قرر ان هو يشتغل فرونت اند انجلر. حلو، هايل جدا. ماشي. اللي اشتغل دوت نت ليه يتعلم اي لغه تانية غير السي شارب؟ واللي هيشتغل انجلر ماشي ليه يتعلم اي لغه تانية غير الجافا سكريبت؟ حلو قوي، ده سؤال جميل جدا. تمام. انا شايف لو انت هتبتدي دوت نت تبتدي بالسي شارب عادي، مفيش اي مشكله خالص. لو انت هتبتدي مثلا سبرينج مثلا بالجافا، ابتدي جافا عادي جدا. عايز تبتدي ذكاء اصطناعي، ابتدي عادي ممكن تبتدي بالبايثون. تمام. ولو ان يعني انا خدت بصراحه ريكومنديشن من دكتور مصطفى سعد في الحته دي، يعني هو راجل متخصص فيها وفاهمها اكتر مني، ان البدايه بالسي بلس بلس في الذكاء الاصطناعي افضل، لان هي اللي هتكمل معاك اكتر من البايثون. ده بقى انا حاجه ما كنتش اعرفها، ان هم في الاخر بيكتبوا حاجات الجوريزمز وكلام من ده بالسي بلس بلس. فبالتالي عادي ممكن تبتدي بالسي بلس بلس في الحاله دي. ليه؟ ايه بقى قصه ان الناس تبتدي بالسي بلس بلس؟ بيقول لك عشان ما فيهاش مكتبات خارجيه وما فيهاش حاجات مساعده، فبتجبرك ان انت تكتب كل حاجه فروم سكراتش. انا بصراحه بحترم عقليه المشاهد بتاعي. يعني المشاهد بتاعي ما هوش صغير وما هوش عيل، محدش بقى عيل دلوقتي، وكل الناس فاهمين ان يا جماعه لو ابتديتوا بلغه زي السي شارب او بالجافا او بالبايثون، بعد اذنك ما تستخدمش المكتبات الخارجيه واكتب كل حاجه بايديك. لو انت هتقدر على اللي انا بقوله لك ده، ابتدي باي لغه تعجبك. لو انت بقى اللعب بقى والحاجات دي هتعجبك وتشد انتباهك والقصه دي، لا، خليك في السي بلس بلس. حلو. طيب كده احنا اتكلمنا عن حد زي بتاع الدوت نت ممكن يبتدي بالسي شارب عادي. حلو. نمسك بقى حد فرونت اند. تمام. وهل هو يبتدي بالجافا سكريبت ولا لا؟ تمام. الجافا سكريبت لغه غير اي لغه خالص، وانت اكيد فاهم الكلام ده كويس. حتى الاوبجكت اورينتد بتاعتها مختلفه. انت لما تيجي تمبلمنت اوبجكت اورينتد بروجرامينج في الجافا سكريبت مختلفه عن اللغات اللي زي السي شارب والجافا والحاجات اللي زي كده دي. حلو. انا بشوف ان هي اصلا لغه في يعني ممكن تلخبط اللي بتعلمها، حتى بعد ما يكون متعلم سي بلس بلس هتلخبطك في الاول، يعني تعمل لك شويه لخبطه كده في البدايه. يعني عندك فانكشن باتنين بارامتر بندها بثلاثه وبيقبل، عندك فانكشن من غير بارامتر اصلا، او فانكشن ليها واحد بارامتر بندها من غير بارامتر وبيقبل اصلا. فاهمني؟ عندي مثلا فانكشن ممكن احولها لفاريبل في اي وقت، او فاريبل ممكن احوله مش عارف من سترينج لانت، في مليانه اشتغالات. كلام بجد والله. فانت النهارده عايز تختار لغه برمجه تعرف تبني بيها كونسبت برمجي لنفسك، فانا مش شايف ان الجافا سكريبت بصراحه هي انسب لغه في الوضع ده. انا شايف ان يعني ممكن مثلا نقول سي بلس بلس مثلا، فاهمني، او بايثون في الاول، ابني بيها الكونسبت البرمجي بتاعك واعمل ترانزيشن وكمل. ما هي دي بقى الفكره اللي انا بتكلم فيها. لو انا مثلا انا خلاص انا عمرو، انا مقتنع مستقر نفسيا، انا مش عايز اشتغل في حاجه غير ان انا اكون فرونت اند ديفلوبر. حلو. ماشي. لو انا عايز اكون اشتغل فول ستاك فالموضوع ده بسيط بالنسبه لي، ممكن مثلا ابدا بالباك اند لو انا عايز، مش تبقى هي القصه. بس خلاص انا عايز اشتغل انا مثلا عايز فرونت اند، فدلوقتي انا قدامي ان انا طريقين، طريق ان انا اتعلم السي بلس بلس الاول، وطريق ان انا اتعلم جافا سكريبت الاول. صحيح. هتعلم السي بلس بلس الاول مثلا، ولنفرض قول ان انت هتاخد فيها اكس تايم. ماشي. وبعد كده هتعمل لها بلس واي التايم اللي انت هتتعلم فيه الجافا سكريبت بعدها. يعني انت مش هتنقل من السي بلس بلس هتكتب كود بالجافا سكريبت حالا، لا. بس مش هنقول حاجه. بالظبط. بس هتلاقي البلس يا عمرو سرعت لك ان انت تعيد الضعف. بالظبط. مش الضعف، لا بالظبط. بس انا بتكلم من الناحيه الثانيه مثلا كده اهوت. انا معتقد ومقتنع جدا ان فعلا انت في الجافا سكريبت لما هتخش هتلاقي شويه حاجات، بس الفكره ان البني ادم اللي ما عندوش اي كونسبتس في البرمجه اصلا يعرف ان هو يخش يتعلم الحاجات دي بشكل فلويد اكتر. يعني انا مثلا لما كنت جاي
انا اتعلمت في الجامعه سي بلس بلس وجافا والكلام ده، فكنت بخش انا الكود مثلا ضارب قصادي ايرور، انا مش عارف، انا فاكر بقى ان خلاص ده الكود ضارب قصادي ايرور يبقى في سيمي كولون ناقصه، اصلا الجافا سكريبت ما بتعتمدش سيمي كولون. بالظبط عادي ماشي. فحاجات مثلا زي دي مثلا اللي انا اتعلمته في السي بلس بلس وفي الجافا سرعت التعلم الشويه، ده حقيقي، ده حقيقي مش هنكر ده خالص. ولكن في نفس الوقت الجافا سكريبت حاجه ثانيه، فبما ان هي حاجه ثانيه ماشي، ليه الشخص اللي هيتعلم الجافا سكريبت لوحده مش هيتعلمها اسرع من مع انه هيتلخبط في الاول والكلام الجميل ده كله، مش هيتعلمها اسرع من اللي هيتعلم سي بلس بلس وبعد كده الجافا، لان سي بلس بلس كبيره جدا. هي سي بلس بلس كبيره جدا، وانت مش مطلوب من اللي يتعلمها ان هو يتعمق بقى فيها قوي ويجيب بقى المكتبات بقى بتاعت الجيمنج، ومش مطلوب، مش ده المطلوب يعني فيها. انت عايز تفهم كونسبت برمجي، عايز تحل بس شويه بروبلم سولفينج، تمام، وتظبط الجزء ده عندك، وبعدين ننتقل على الجافا سكريبت، ووقتها هتلاقي الموضوع ما خدش منك طبعا لا ضعف الوقت ولا نص الوقت، هياخد اقل كمان، لان انت خلاص انت الكونسبت نفسه بقى موجود عندك، تمام. فانا شايف بصراحه بوجهه نظري ان الجافا سكريبت من اللغات اللي صعب ان احنا نبتدي بيها، فاهم قصدي؟ واجين التايم مش هو الفاكتور الوحيد، الاساسي مش الفاكتور الوحيد، ممكن يكون هو اعلى فاكتور عندي بس مش الفاكتور الوحيد، فاهم قصدي؟ يعني اللي انا فهمته كده ان هو هيبقى اسهل عليا ان انا اتعلم بروجرامينج او ابقى بروفيشنال في لغه البرمجه شويه، مثلا لو قلنا ان السكيل بتاعتي او قدراتي الذهنيه مش احسن حاجه مثلا في الحياه، انا شخص افريج، فتبقى بالنسبه لي اضمن ان انا اتعلم لغه برمجه مثلا زي سي بلس بلس الاول، وبعد كده اخش على جافا سكريبت. مش اضمن، هو احسن بكتير جدا. انت زي ما كنا خلينا نرجع شويه كده للكلام اللي احنا كنا بنقوله، ان انا النهارده لو عايز اعمل ترانزيشن من الفرونت اند ممكن تجبر على ده، انت حرفيا ممكن تجبر على ده في وقت من الاوقات، ممكن جدا. لو انت هتعمل ترانزيشن من جافا سكريبت للغه تانية، فاهم قصدي؟ احنا ما بنغلطش في الجافا سكريبت بس عشان نكون في الصوره، هي لغه جميله جدا ولغه كبيره قوي وفيها تفاصيل، يمكن هي من احسن اللغات على مستوى العالم اصلا، يمكن اللغه نمبر 1، تمام. بس زي ما بنتكلم انت النهارده هتعمل ترانزيشن من فرونت اند لباك اند، فهتحتاج انك تتعلم حاجه، لغه من اللغات الكبيره، جافا، سي شارب او حاجه زي كده. كل ده هيبقى اسهل عليك لو انت بادئ بحاجه زي سي بلس بلس او الكلام ده كله، هتلاقي الدنيا منظمه في دماغك اكتر، مترتبه معاك اكتر والكلام ده كله. فانا شايف ان في الحاله دي لو انت فرونت اند ممكن تبتدي بسي بلس بلس، الموضوع مش هياخد وقت والموضوع مش صعب والموضوع مش مرهق ولا الكلام ده كله، بل بالعكس السي بلس بلس من اللغات اللي بتحل بيها بروبلم سولفنج حلو جدا، موجود ليها اسئله كاسئله بروبلم سولفنج على المواقع كتير جدا جدا جدا. تمام. انت لو داخل تقدم في شركه كبيره، تمام، في الغالب لو هم مش ظابطين لك التايتل بتاعتك قوي وانت داخل مثلا هتشتغل في حاجه جينيريك قوي، هو هيختبرك في سي بلس بلس بالمناسبه، مش هيختبرك لا بجافا سكريبت ولا بسي شارب ولا الكلام ده كله. ومن حسن الحظ ان السي بلس بلس ما تختلفش كتير اصلا عن السي شارب ولا عن الجافا، هم كلهم اصلا قريبين من بعض، فرق سينتاكس بسيط جدا جدا جدا. لكن الجافا سكريبت ده حماده تاني خالص بجد، يعني ده حته ثانيه، ده حماده تاني خالص فعلا. انا ما حسيتش بفرق، انا فعلا الكلام ده حقيقي جدا، انا ما حسيتش بفرق خالص لما انا اول لانجويج بدات بيها كانت الجافا، وبعد كده نقلت لسي بلس بلس، انا ما حسيتش بفرق، مفيش فرق خالص. انما جافا سكريبت من سي بلس بلس لا، ده فرق كبير قوي. ده التايم سكريبت من الجافا سكريبت انا دخلت مش عارف بس فرق طبعا. فتخيل انت مثلا واز فرونت اند ديفلوبر رحت مثلا تتعين في شركه، وهم شركه بيقدروا قوي فكره الكونسبت والكلام ده، على فكره هيختبرك سي بلس بلس وانت فرونت اند. هو حقيقه انا ما حصلش معايا يعني لحد وقتنا هذا، انا كل اللي كان بيحصل معايا ان هم بيسالوني في الجافا سكريبت وفي الفريم ورك، او مثلا لما بيكون في مثلا تشالنجز او اي حاجه، اس تي سي، انت عارف اس تي سي اكيد طبعا. اس تي سي ما عملتش كده معايا، نون ما عملتش كده معايا، مايكروسوفت ما عملتش كده معايا، باي ذا واي، طلبات ما عملتش كده معايا، مش هنقعد نعد بس. بص هو حسب انت رايح تعمل ايه برضه، فاهم قصدي؟ يعني انا رايح اشتغل فرونت اند على مشروع، هعمل بعض التاسكس او الكلام ده كله عادي. تخيل ان انت ممكن لو البوزيشن بتاعك عالي يختبرك سي بلس بلس مش جافا سكريبت اصلا. يعني ممكن لو البوزيشن بتاعك عالي، مثلا اقول لك على حاجه، انا مثلا رحت عملت الحته دي حقيقيه جدا، انا عملت انترفيو مثلا في انتجرانت، تمام، وكنت رايح وقتها تيم ليد، وانا رايح دوت نت تيم ليد، اختبرني سي بلس بلس،
مش سي شارب. الجزء ده مهم جدا 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 جدا. ده حقيقي. فانت النهارده لما تبتدي بجافا سكريبت وانت مش عارف الهيكله نفسها بتاعت اللغات اللي ايه اللي زي السي بلس بلس والسي شارب والجافا والكلام ده، انت بتحدف نفسك في حته هتندم، انت هتزعل انت عليها بعد كده. يعني باختصار عشان خاطر الناس ممكن تكون حاسه ان احنا بنتكلم في رايين مختلفين، الكلام ده مش حقيقي خالص. اعتقد هو نفس الراي، وبرضه متهيألي ممكن هتوافقني. لو مش هتعرف ان انت، او لو مش هتعمل زي ما انا مثلا عملت، اللي هو وقت ما انت اوريدي شغال بتعوض اللي فاتك، او بتحضر، لان انت ممكن تعمل ترانزيشن في اي وقت اوريدي، وقت ما انت شغال بعد شغلك او في الويك اند او الكلام ده كله. فاحسن لك كتير جدا 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 ان انت تكون ذاكرت الحاجات ديت قبل ما تبدا، علشان لما تخش يبقى سهل عليك برضه الترانزيشن. فهو الباشمهندس علي شاهين بيتكلم في فكره اللي هو ايه، لا ابدا بيها من الاول. ماشي. وعلى فكره انا برضو بقول لك، لو انت في يوم من الايام برضو عايز تحضر نفسك، وانت شايف ان انت المذاكره جوه، او انت عندك رفاهيه الوقت، او انت شايف ان المذاكره وانت شغال اوريدي مش عبء نفسي، ماشي. ماشي اوريدي. خش مثلا، بس لازم تذاكرها. يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، احنا مش بنتكلم انت هتذاكرها ولا مش هتذاكرها، انت كده يعني انت لازم هتذاكرها. ماشي. لا، وهتتعرض لعبء نفسي، لازم هتتعرض لعبء نفسي، لازم. يعني يعني انت لو انت قررت انك تمشي بفكره ان انا اشتغل ولاحق، موضوع ان انا لاحق ده مش والله ما حاجه مش سهله ابدا. صعب هو ممكن، بس صعب. بالظبط. وهو الراجل ده اختار، انا اسف معلش ما نظرش مني، الراجل ده اختار ان هو يتداس عليه. ده اللي حصل مقابل الوقت، هو الراجل ده اختار كده. ده اللي حصل. فاهم قصدي؟ واتداس عليه وداس على نفسه وعمل كل الكلام ده كله زي الفل. فاهم قصدي؟ لكن هو نفسه ممكن يقول لك دلوقتي لا يا عم ما تدوسش على نفسك الدوسه دي. لو عايز تبقى مرتاح، انا دايما بجري ورا حاجه، لو انت عايز تبقى مرتاح ده الكونسبت الصح 100%. وممكن تجري ورا حاجه بالراحه. يعني ممكن تجري، مش لازم اروح مش انت تفتح سبرنت يا زلمه. بالظبط، مش لازم افتح سبرنت جامد جدا فالعضله الخلفيه توجعني والسمانه توجعني ومش عارف ايه. يعني حتى راجل لاعبين الكوره اول ما بيبتدي ينزلوا بيقول لك اعمل احماء. فاهم قصدي؟ واعمل مش عارف استرتشات، واعمل مش عارف ايه. فاهم قصدي؟ يعني وفي لاعب كوره ثاني يقول لك لا يا عم انا كابتن زيزو، انا هنزل فاهمني وانزل اجري في الملعب على طول. يا ابني هتطلع تتصاب، يعني مش مشكله، لما تصاب هبقى انا الاحق على الاصابه دي بعد كده واخفف نفسي وهيخف وهينزل وهيتصاب وهينزل وهيتصاب وهينزل وهيتصاب. فاهم قصدي؟ وهينتهي بالموضوع ان هو مش عارف يلعب كوره. فاهم قصدي؟ طب ليه؟ ما في يا جماعه الاحماء، يعني هنعمل احماء، هنتمرن، هنعمل الكلام ده كله، هننزل مش هنتصاب. ده الكونسبت بمنتهى البساطه. الكونسبت هو ان احنا نوصل، بس مش واحنا بنوصل نكون بندوس على حاجات تانية كتير. انت مش هتدوس على نفسك لوحدك. انت دوست على نفسك لوحدك، انت اكيد دوست على اهلك ودوست على علاقتك باصحابك ودوست على، هتلاقي نفسك على فكره وانت مش واخد بالك دوست على حاجات تانية. لسه كانوا بيتكلموا معايا في الموضوع ده مؤخرا، السنه دي زاد فيها الكلام ده جدا. ده بيقولوا لي احنا ما بقيناش متعودين عليك وانت بتضحك، دايما بتشتغل، دايما مضغوط، دايما ستريسد، دايما بتجري. بخش مثلا من باب الشقه بقول لهم عارف حد ياخد الشنطه دي عشان خاطر يفتح اللاب، مش عارف ايه. فدايما انا بجري ورا حاجه. ففعلا انت مش بتضحك. بتحقق مثلا في 2-3 مثلا اللي غيرك مثلا ممكن يكون بيحققوا اكتر من كده بشويه، ولكن في نفس الوقت انت بتدفع طبعا. ده صح. انت عايز تدفع او مش عايز تدفع. لو انت عايز تعيش حياتك مرتاح، فقال طريق الراحه ده الطريق اللي هيوصلك برضه. مش معنى طريق الراحه ان هو مش هيوصلك. لا انا ما بتكلمش كده خالص. لا، هو الطريق ده هيوصلك للنجاح. ما هو الباشمهندس موجود جنبي اهو. هو ده مش نجاح. يا جماعه بصوا، كل واحد بيختار الطريق اللي هو عاوز يمشي فيه. تمام. وانت حقك ان انت تختار اي طريق انت عايز تمشي فيه. حقك، قدامك كل حاجه، قدامك كل النماذج، قدامك كل الامثله، قدامك الكلام ده كله، وانت حقك انك تختار الطريق اللي انت عايز تتحرك فيه. انا شخصيا شايف من وجهه نظري ان انا بشكل متزن وواعي. تمام. انا لازم يكون عندي توازن في حياتي. تمام. ولازم انا ما اخسرش نفسي عشان خاطر حاجه اصلا. يعني ما فيش حاجه تستدعي ان انا اخسر نفسي، ولا ان انا اخسر حاجه في علاقاتي، ولا اخسر حاجه في ما فيش حاجه تستدعي ان انا اعمل ده. فاهمني؟ في حد تاني، لا عمرو هو موجود معايا، تمام، ما عندوش مشكله ان هو يخسر شيء ما في علاقاته، ما عندوش مشكله يخسر شيء ما في جسمه، في نفسه، في ذهنه، في الكلام ده كله. ده اختياره، واختيار بشكل واعي، ما فيش مشكله. انا بعترف ان الكلام ده حقيقي. انا بعترف جدا 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 ان الكلام ده حقيقي. هل انا هبطل؟ لا.
لا طبعا ده حق بس طبعا. بس انا بعترف ان الكلام ده حقيقي، يعني انا معترف جدا ان ده حقيقي. هبطل او مش هبطل دي مش هشرح الحوار، بس انا فعلا معترف ان ده حقيقي. طب خلاص انا دلوقتي اتعلمت سي بلس بلس، او مثلا اتعلمت لغه برمجه من اللغات اللي انت مثلا حطيتهم. مثلا احنا عندنا كام لغه برمجه، اتعلمت منهم واحده، فهمت الكونسبتس بتاعت اللغات البرمجه. طبعا مش محتاج ان انا، انت قلت مش محتاج ان انا اكسر الدنيا فيها. مش لازم. حلو. بعد كده بقى، طيب انت لو هتنصح حد يختار تراك، لو هينصح حد يختار تراك، احنا النهارده بص التراكات كلها جميله وحلوه، بس احنا ممكن نلعب على ايه؟ في حاجات ممكن نلعب عليها في كل التراكات، فاهم قصدي؟ يعني في شويه في شويه ستيبس كده ممكن ناخدها في الاول، وانت بتاخد الستيبس دي بتتحرك فيها، انت هتعرف انت عايز تروح فين. فاهمني؟ زي ما انا قلت، انت عندك انتروداكشن تو كمبيوتر ساينس، عندك تحل شويه مسائل بالفلوت شارت، تمام. هنختار لغه برمجه وخلينا نفترض ان هي سي بلس بلس مثلا، تمام. هتاخد منها الاساسيات الاول، وبعدين تحل بروبلم سولفنج من على المواقع بتاعت البروبلم سولفنج او الكلام ده كله، المفروغ منه. بالظبط. بعدين تاخد الاو او بي وتحل بروبلم سولفنج تاني، تمام. بعد ما تاخد الاثنين دول، لو قدامك فرصه ان انت تاخد شويه ادفانسد توبكس في اللغه دي وتحل بروبلم سولفنج تالت، مفيش مشكله. في كل مره انت بتحل فيها بروبلم سولفنج، حط لنفسك مثلا 100 مساله مثلا بتحلهم مثلا يعني. وال100 مساله دي مش رقم فيكسد، يعني مش كونست، ده فاريبل، انت حط فيه الرقم اللي انت عاوزه. يعني حطهم 200، حطهم 50، المهم ان انت تبقى انت يعني اكتفيت من جواك وحاسس ان انت قادر تستخدم اللغه. مش كل في الدرجه، انت ممكن تعمل 20 في اليوم عادي اكتر براحتك، انت ممكن تعمل اكتر بكتير جدا اصلا، فاهم قصدي؟ طيب هايل، انا خلصت دول. انت في الوقت ده، لو انت حسيت ان انت خلاص اخترت التراك بتاعك، تمام، عادي ممكن تتعلم مثلا لغه تانية زي السي شارب او الجافا او كلام من ده. ما حسيتش، في عندنا حاجه اللي هي الداتا ستراكشر والالجوريثمز، دي حاجه كويسه جدا ومهمه جدا في مجالنا. حلو ان انت تتعلم ازاي تحسب تايم كومبلكسيتي، وازاي تطلع البيج او نوتيشن، تعرف يعني ايه string وarray وstack وqueue ولينكد ليست وtree وجراف، تفهم الكلام ده كله، وتعرف السورت الجوريثم والسيرش الجوريثم والكلام ده كله، تفهم الحاجات دي كلها. والحاجات دي مش صعبه على فكره، عشان في ناس بتبص للحاجات دي على ان هي واو وهم. لا خالص، الحاجات دي مش صعبه على فكره يا جماعه، عملت سهله بالظبط. وانت لو انت خلاص حليت بروبلم سولفنج كويس ودخلت في لغه البرمجه كويس، هتلاقي الحاجات دي اصلا سهله عليك جدا وما عندكش مشكله فيها، تمام. وبعدهم هتبتدي تحل مستوى رابع من البروبلم سولفنج، هيكون بقى ليه علاقه بقى شويه بالتايم كومبلكسيتي والبيج او نوتيشن والقصه دي، بحيث ان انت تبقى انت حتى مجهز نفسك لبعض الاسئله اللي ممكن تتسال لك في الانترفيوز. شويه الحاجات دي انت هتعدي بيها لو انت واخد اي تراك، يعني لو انت وانت داخل في اي تراك هتعدي بشويه الشغل ده، تمام. طبعا هتقولي طب لو انا فرونت اند، فاهمني، هل اعدي بالكلام ده كله؟ هقول لك يفضل. مش شرط بس يفضل. يفضل يفضل انا يعني يفضل ان تعدي بالكلام ده. هتقولي طب لو انا مثلا داتا ساينس، هقول لك لازم. لو انا اي هقول لك لازم، فاهمني؟ مش يفضل، لازم. الموضوع صعب. فاهم قصدي؟ لو انت باك اند لازم. طيب خليني اقول لك التراكات اللي انا بحب الترتيب بتاعهم. انا بحب الترتيب بالشكل ده بصراحه، لان عندي شويه اسباب. لو انت شايف ان في حاجه غلط فقول لي لا، انا شايف ان لا، ان النقطه دي غلط. ماشي. انا اول تراك بحبه في الباك اند، ماشي. لو انا مثلا اخترت منكم باك اند، هو في الاول خالص انا لو هختار، احنا عندنا اربع اتجاهات في البروجرامينج: الفرونت اند، الباك اند، الفول ستاك، والموبايل، تمام. اوكي. الفرونت اند، انا مثلا دلوقتي قبل ما تخش مثلا في اي تراك، هنا بقى في المنطقه بتاعت ان انت تختار في تراك، لان كل اتجاه من دول فيه اكتر من تراك. طبعا فرونت اند مثلا عندنا الثلاثه الكبار: الانجلر والرياكت والفيو. دي ما يعتبرش كبير قوي زيهم، ان اغلب الشغل 80% من الشغل متهيمن عليه في الفرونت اند من الانجلر والرياكت. الباك اند مثلا نفس الفكره، اغلب الشغل برضه متهيمن عليه من، بس الموضوع منتشر اكتر في الرياكت، في قصدي في الباك اند. يعني اول حاجه مثلا دوت نت، وبعد كده الجافا سبرينج بوت، البي اتش بي، وعندنا نود جي اس. في حاجات مثلا تانية زي روجوري، بس احنا بنتكلم عن الحاجات الكبيره يعني. والجافا سكريبت انت بتاخد تراكين مع بعض. وبالنسبه للموبايل ديفلوبينج، فانت مثلا عندك ايه، ما تشتغل بحاجه نيتيف، يعني مثلا حاجه زي الفلاتر، الايونيك، الحاجات عادي. طيب انا مثلا دلوقتي لو انا جيت دلوقتي نشتغل تاني، هي بتبقى حسب افضليات البشر. ماشي. انا شخصيا لو كنت هشتغل بأريحية مثلا، او كنت هختار حاجه مثلا
وعندي وقت ان انا اتعلم والكلام ده كده، انا كنت احب ان انا اكون، او ده اكتر تراك انا بحبه، فول ستاك دوت نت انجلر. حلو جدا. ده اكتر تراك انا بحبه، حلو جدا. فده دايما بيبقى ترشيحي الاول للناس. انت ايه رايك في الترشيح ده؟ هل انت شايف شيء جميل جدا طبعا. هو انا طبعا مش انا هو انا شهادتي مكروحه في التراك ده، لان هو التراك اللي انا شغال بيه يعني. هو تراك جميل جدا طبعا، وشغله كتير قوي ان كان هنا او بره يعني. انا بشوف ان بيجي بعديه البي اتش بي والنود. بصراحه البي اتش بي والنود برضه كويسين قوي. نود جي اس برضه جميله جدا يعني. جافا برضه عظيم طبعا ده وبالذات بره، يعني بالذات في اوروبا. لا اوروبا كوميونتي رهيبه، كوميونتي رهيبه جدا. انا سالت اصحابي اللي شغالين بره بيقولوا لي فعلا هي تسنك النك بين السي شارب وال طبعا. وبصراحه يعني ما كانتش السي شارب واخده الباع ده بصراحه قبل ما هم يبقوا كروس بلاتفورم. بعد ما هم بقى كروس بلاتفورم بقوا قادرين يكمبيت مع الجافا ومع الكلام ده كله. قبل كده لا، الجافا برضو كانت هي اللي واخده وش القفص كله بصراحه. فهي قويه جدا طبعا بدون شك. في برضه حاجه تانية الناس بتقولها ان هي ايه، طب ايه اكتر تراك فيهم هيكون ليه فرص او هيجيب لي فرص ان انا اقدر اشتغل في البروجرامينج؟ انا برد على السؤال ده بالشكل اللي هو بتاع اللي هو ايه، لو انت شاطر فانت هتعرف تشتغل باي حاجه، طبعا حاجات اللي مش كبيره طبعا. فهل انت شايف ان في تراكات بتفضلك للشغل اكتر من حاجه تانية؟ بص، حسب المنطقه اللي احنا بنبقى المفروض هنشتغل فيها. يعني مثلا لو انا هشتغل مثلا في مصر او في الخليج، هتلاقي ان الدوت نت والبي اتش بي الاثنين عاملين كومبيتيشن مع بعض رهيبه جدا. تمام. البي اتش بي ليها فرص كتير قوي، تمام. والدوت نت ليها فرص كتير قوي مع فرق المرتبات، لان يعني المشاريع اللي بيتم عرضها على الناس الدوت نت تبقى مشاريع حكوميه، مشاريع كبيره او كلام من ده، ففي قدره على الدفع اكتر في المنطقه دي. اما البي اتش بي برضه فيه وظائف كتير جدا. نفس الحته بالظبط في الفرونت اند، الانجلر هو بياخد البوزيشن بتاع الدوت نت، والرياكت بياخد البوزيشن بتاع البي. بالظبط، الله ينور عليك. لو جينا نتكلم مثلا في اوروبا مثلا، هتلاقي ان الجافا واخده سمعه فظيعه صعبه جدا. يعني انا شايف ان الجافا ممكن تكون كمان مطلوبه هناك اكتر من الدوت نت. والدوت نت برضه كويسه، والنود شغاله برضه كويس جدا مثلا. فحسب احنا هنشتغل فين. وبعدين انت لازم تعمل انت السيرفي دي، يعني ما تعتمدش برضه على السيرفي بتاعتنا وعمرو، لان ممكن تكون مثلا احنا ما سالناش في اخر شهرين ولا كلام من ده. اعمل انت السيرفي بتاعتك من على موقع انديد، من على موقع لينكدين، الكلام ده كله. اعمل السيرفي بتاعتك، اتاكد من المعلومه عشان تعرف انا والله بتارجت ان انا اشتغل في المنطقه دي، فالتراك ده شغال في المنطقه دي اكتر، فانا هختار. الحته دي مهمه جدا انت تعمل نفسك. بالنسبه بقى للموبايل، فانا عندي في الموبايل راي ماشي، وهو انك النيتف احسن من، يعني مثلا الفلاتر بيبقى اكسسبل لحد قد يكون مش تالنتد قوي في البروجرامينج، ولكن الفلاتر لان هو سهل، فبيبقى تلاقي الدنيا مثلا ايه، بسطت له الدنيا فقدر ان هو يشتغل. فالكومبيتيشن عندك بتبقى عدد كبير على الفاضي. فانا دايما بفضل الحاجه النيتف، اي او اس نيتف، الكلام دوت. ففي الموبايل لو هتشتغل موبايل او لو قررت ان تاخد موبايل، فانا وده كان رايي الباشمهندس حسام فهمي برضو لما كنت اتكلمت معاه قبل كده اهوت، فكان بيقول لي ان النيتف برضو هي الحاجه المهيمنه على كارير محترم. لو انت عايز كارير محترم انا شايف النيتف هيكون اكبر حاجه. الفلاتر طبعا عظيم وكل حاجه، ولكن السكيل زي ما انت لسه كنا بنتكلم دلوقتي، السكيل مفيش، صعب ان شركه كبيره تبدا مثلا بحاجه من الفلاتر، لا هتلاقيها مثلا بتشتغل فيها نيتف. فايه رايك برضه في النقطه دي؟ والله ده رايي الصراحه مخالف شويه للراي ده، لان انا راجل في السوق. حلو. انا راجل بقدم على مشاريع كل يوم. حلو. وفي مشاريع بتجيلنا ومشاريع ما بتجيلناش، تمام. والحق ان ده رايي من 5 سنين، مش من النهارده يعني، ان الكروس بلاتفورم هو اللي راكب السوق مش النيتف. فاهم قصدي؟ تعال نشوف عدد المشاريع اللي بتتعمل كروس بلاتفورم وعدد المشاريع اللي بتتعمل نيتف، وانا بوافقك في الراي ان المشاريع السكيل الكبيره تتعمل نيتف. حلو. بوافقك في الراي جدا. فاهم قصدي؟ بس ده عمال يقل، عمال يحصل له شرينك من السوق بنسبه كبيره. فاهم قصدي؟ والكروس بلاتفورم عمال يتقدم، حتى بيتقدم في فكره البرفورمانس، فكره ان انت الاكسسنج بتاع الحاجات النيتف بتاعتك، كل ده بقى مفتوح تماما. انت بتكتب نيتف جوه الكروس بلاتفورم، طبعا التشانسز فيها تبقى اكتر، طب بكتير جدا. فاهمني؟ يعني انا برضه المنافسه فيها برضه اكبر وماله. بس انا بكلمك عن الموضوع ده لان انا كتبت دوت نت ماوي، تمام، ده كروس بلاتفورم، وكتبت فلاتر، وباخد مشاريع في الاثنين، وشايف السوق قدامي شكله عامل ازاي. الكروس بلاتفورم مسيطر بطريقه بنت لذينه على على عدد فرص العمل اللي موجوده. بس في مشكله اللي انت عرضتها، ان مشكله ان فعلا
في مبرمجين فلاتر كتير جدا جدا جدا، بس كله ورق، بالظبط. كله كلام فاضي. طب ليه؟ يلا بقى بينا نرجع لشويه الكلام اللي كنا بنقوله من شويه، ان الناس بيخش على طول على الدارت، ومن دارت على فلاتر، من غير ما يعدي بالسلم اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. وانا شايف ان الموضوع ده برضه بيخش جنبه حاجه تانية، ان الشخص ما بيكونش تالنتد او مؤهل ان هو يشتغل اصلا في الفيلد ده، ولكن علشان خاطر الحاجه بتكون سهله فبتهيأ له ان انت ينفع تكون بروجرامر. ما خلاص الناس كلها فهمت الموضوع ده، يعني احنا كلنا كاصحاب شركات او كلنا كناس بنعين، خلاص احنا فهمنا اللعبه دي. فبالتالي احنا بنختبر الناس جامد قوي قبل ما يخشوا، بالظبط. بالذات بتوع الفلاتر. يعني حتى بتوع الفلاتر دلوقتي ناس كتير قوي بقوا عمالين يكلموني، يا باشمهندس احنا مش لاقيين شغل، انا فلاتر ومش لاقي شغل. ليه مش لاقي شغل؟ لان الناس اتعقدت منكم. ليه اتعقدوا منكم؟ لان انت مستوى تحت الارض. بالظبط، انت مفكر ان انت عشان بتعرف ترسم ليست، والليست دي بتحط عليها شويه داتا وتسكرول ومش عارف ايه وكلام من ده، انك كده ديفلوبر. لا، انا عايزك في حاجات تانية كتير. ده الحفاظ على البرفورمانس في الموبايل ديفلوبمنت اهم من الويب بكتير، لان الريسورسز بتاعتك على الموبايل محدوده اكتر بكتير من الويب. انا الويب عادي ممكن اجيب سيرفر 32 رام ولا 64 رام ولا يهمني، انما الموبايل اجيب لك 32 رام منين؟ اجيبهم لك انا منين؟ فانت بالتالي ده انت اصلا الرام بتاعتك لو زادت عن حجم معين، الاو اس بتاع الموبايل ابلكيشن بيعمل لك ترمينيشن للابلكيشن لوحده اصلا لوحده حرفيا. فانت لازم تخلي بالك قوي باللي انت بتكتبه. ده معناه ايه؟ انك لازم تدوس على نفسك بقى داتا ستراكشر والجوريثم اكتر من انت كنت هتتعلم ويب كمان. يعني احنا الويب بقى عمرو، يعني خلينا نكون برضو يعني نتكلم كده ببساطه وبصراحه، ممكن ان هو واحد يشتغل ما يكونش عارف اصلا حاجه على داتا ستراكشر في الويب. هتشتغل في شركه صغيره، فاهمني، بس كشغل هتشتغل شركه صغيره، مرتب على قدك، بس هتشتغل من غير ما تكون عارف حاجه خالص عن الداتا ستراكشر ولا الجوريثم اصلا. ممكن ما يسالكش فيها في الانترفيو اساسا. ده في الغالب اللي بيحصل. فاهم قصدي؟ في الشركات الصغيره ده اللي بيحصل. السكيل الاكبر لا بتتسال، السكيل الاكبر والاكبر لا بيتحط لك مسائل بتحلها على الكلام ده، فاهمني. انما في الموبايل ديفلوبمنت بقى لو انت مش اوير بالحاجات اللي زي دي هتبهدل الدنيا، هتطلع حاجات شغل فعلا مش حلو، وهو ده سبب السمعه السيئه اللي بتطلع من الناس بتوع فلاتر. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نرجع تاني تاخد البرمجه على 3 مستويات، مع 3 مستويات بروبلم سولفنج، وتظبط نفسك داتا ستراكشر والالجوريزم، وتاخد ايه؟ بروبلم سولفنج بعدهم. يعني كانك هتعدي ب4 أو 5 مراحل من حل المسائل والبروبلم سولفنج لحد ما توصل للمرحله اللي انت بقى بتعمل فيها بقى التايم كومبلكسيتي والبيج او نوتيشن، وتكون انت فعلا بتحل بقى بالجوريزمز انت عارفها او كلام من ده. فهنا تقدر تبقى موبايل ديفلوبر كويس. عظيم الكلام ده حقيقي جدا برضه. فتقدر انت تكون موبايل ديفلوبر، بس ان انت تكون موبايل ديفلوبر مثلا كويس، فانت لا محتاج ان انت بس تعمل ميموري مانجمنت، الحاجات دي كلها، وكنا اتكلمنا فيها قبل كده برضه مع الباشمهندس عصام. فدي كان رايي في حوار التراكات. في الاخر بقى لا، انا مش عايز هنا الحته، او مش عايز البودكاست مثلا تكون فيه الجزء بتاع ايه، لا انت محتاج انت مثلا ايه في الفرونت اند تمشي HTML و CSS ومش عارف ايه. الجزء دوت ماشي. التكنولوجيز انت سهل جدا، انت ممكن تخش في بوست خفيف جدا هتلاقي فيه التري بتاعت ان انت انت عايز تكون دوت نت، هتلاقي الحاجات ديت طبعا. بس هنا في مشكله ان انت تعمل الكلام ده لوحدك، وده اللي انا لقيته في الكورسات بتاعتي اللي هي اتلغت بالمناسبه. مش هرجع اعمل ده تاني. انا عمري ما هرجع اعمل كورسات تاني. ولكن اللي انا كنت بلاقيه من الناس ان الناس اول ما بتبدا انت عرفت انت هتذاكر ايه بالظبط، ولكن جوه في مليون ديتيل، فانا الحاجه اللي انا بقولها لو انت هتتعلم لاي شخص ايا كان هو هتمشي في اي تراك، مش مهم التراك اللي انت هتمشي بيه، انت محتاج منتور هيأثر عليك وقت وهيعلي كفاءتك. فانت ايه رايك في الجزئيه دي؟ ده سؤالك جميل، وانا شايف ان دي حته برضه نسبيه. يعني بص، هو وجود منتور بشكل عام هيأكسلريت، هيسرع، فاهم قصدي؟ وفي هيعلي كفاءه، وهيعلي كفاءه طبعا. حلو. في جزء من الناس عندهم قدره ان هو يمنتور نفسه، ان هو يبقى هو المنتور بتاع نفسه. ده موجود برضه، يعني فئه من الناس موجوده، ده موجود. فده لازم يبقى برضه عندهم معلومات ناقصه، لازم هيكون لو انت موجود. بص اقول لك على حاجه، انا كان ليا كده طبع دايما، كنت حركه كده كنت بعملها، ان انا كنت دايما بروح ادور على احسن واحد في الحته اللي انا عاوز ابقى فيها. وكنت بروح الزق له فاهمني. حد مثلا شغال في شركه كبيره، حد مثلا شاطر قوي او كلام من ده، والزق له، اقعد جنبه فاهمني، واللي يقول لي عليه بدفعه له. يعني انت اللي انت عاوز ادفعه لك ما عنديش مشكله، بس انا عاوز اخد خبرتك. فكره المنتور بالظبط. انا كنت بعمل ده،
وده فرق معايا امانه الله. فاهم قصدي؟ للاسف الشديد طبعا ممكن يكون في ناس كتير ما عندهاش رفاهيه ان هو يصرف فلوس او ان هو يدور على حد او الكلام ده كله. ده مش معناه ان هو مش هيشتغل، ممكن يوصل برضه، لان في ناس كتير برضه ناس وصلت من غير بالظبط انا ما كانش عندي منتور. وبعدين الفكره احنا قلنا ان هو بيسرع الوقت، بيسرع الكفاءه، ولكن ده مش معناها ان انت مش هتوصل. يعني انت مثلا هتاخد مثلا شويه وقت زياده او محتاج شويه مجهود زياده. بس بالظبط كده. يعني تقدر تبقى منتور نفسك. بالظبط. ولو انت عايز يبقى معاك منتور فهي فكره ظريفه جدا. تمام، ممكن تدور على منتور حد انت عايز تبقى زيه، عايز توصل لنفس المكان اللي هو فيه، وروح وتواصل معاه وظبط الدنيا، هيفرق معاك جدا. وهنا بفضل الله عندنا في مصر او في الوطن العربي في كفاءات كتيره جدا. ممكن يعني ناس كتير يساعدوك ان انت توصل للحاجه اللي انت عاوزها. وفي ناس بتساعد من غير فلوس يا عمرو على فكره. عارفين يعني في ناس من غير ما يدفعك فلوس على الكلام ده بيحاول يساعد. بس طبعا اكيد هيساعدك مساعده ليميتد، لان هو لو حد كويس وبيحاول ان هو يساعد اكيد هيبقى حواليه ناس كتير جدا. بالظبط. فما فيش وقت الكافي، ما فيش وقت الكافي انه يساعد كل واحد لوحده. ف يعني بس فكره المنتور هي فكره مش وحشه خالص. انا نفسي فرقت معايا جدا. بالظبط. وانا برضه بذلك نفسي. ولحد النهارده على فكره يا عمرو انا عندي منتور في كل حاجه. انا المنتور بتاعي ده يا باشا انا اقل من كده بكتير. يشرفني يا صديقي، يعني ده يعني انت اخويا يعني. يعني انا مثلا على الجانب النفسي انا عندي منتور، على جانب البيزنس انا عندي منتور، على جانب مثلا الجانب المالي، الاداره الماليه والكلام ده كله انا عندي منتور، في الجانب التسويقي انا عندي منتور. تمام. وكلهم ناس على فكره مع يعني اصدقائي، يعني شرف ليا اصلا ان انا اتعرف عليهم. يعني حد زي دكتور مدحت نبيل ياسين في التسويق مثلا، ده المنتور بتاعي مثلا. حد زي استاذ تامر الشاعر هو المنتور بتاعي مثلا في البيزنس. فاهمني؟ يعني بديك امثله. يعني انا في كل تراك او كل جزئيه انا بحب ده جدا. عندي منتور. انا بحب ده جدا. فاهمني؟ ومفيش مانع ان هم يبقوا كتير على فكره. في امريكا كونسبت ان في اللايف كوتش او اللايف منتور بتاع العيله. يعني عارف عيله كده، في الراجل ده المنتور بتاعنا، لما بنحتاج حاجه بنروح له مثلا. حاجه مش عيله، دي حاجه جميله جدا جدا يعني. بالظبط. فده كان الجزء بتاع ان انت مثلا هتتعلم ازاي. هنا بقى في جزئيه بقى، الجزء بتاع او حاجات مثلا الناس اتكلمت فيها كتير، بس برضه انا كنت عايز اخدها منك اون ريكورد. لو انا مش خريج ببساطه، يعني انا طبعا اتكلم فيها براحتك زي ما انت عايز، بس عشان خاطر الناس ما تتوهش مني. انا دلوقتي لو مش خريج هندسه او حاسبات اعرف اشتغل من البرمجه ولا لا؟ الاجابه قطعا اعرف اكون جامد في البرمجه برضه ولا لا؟ قطعا بس الحته ديت عشان خاطر دايما الناس بتتوه فيها جدا، وبتفتكر ان هو ايه. لا بيجيني كتير جدا يقول لي لا ده كاتبني في الجوب ديسكريبشن انت لازم تكون سي اس. البوستات ديت، وانا بقول قدام الباشمهندس حسين شاهين اهوت، بس البوستات دي اللي بيعملها بيكون اتش ار وبياخدها كوبي بيست، هو مش عارف هو كاتب ايه. جميل. انا بس عايز اضيف عليها حته صغيره بس. اتفضل براحتك. لا بس عشان خاطر ما توقفوش، لكن اتكلم براحتك. انا هقول بس حته صغيره. لان اللي بيدخل من بره الكليه زي ما انا قلت في اول الكلام، بيبقى في كونسبتس كتيره واقع منه، بيكون مستعجل عايز يدخل يخطف ويجري، فبيبقى في حاجات كتير واقع منه. مثلا مش دارس مثلا نتورك، مش دارس مثلا سيستم ديزاين، مش دارس سوفت وير انجينيرنج. في مواد كده في الكليه موجوده بتساعدك ذهنيا ان انت تبقى كويس. فده انت بتذاكر على نفسك، هي دي بقى الفكره. ده ممكن تذاكرها مع نفسك عادي جدا، بس في ناس ما بتذاكرهاش اصلا، فبتبقى جوده الناس اللي مش سي اس اقل من جوده الناس اللي هم سي اس. نحل الموضوع ده ازاي؟ الحل سهل وبسيط جدا. المواد دي ذاكرها بس، وموجوده في كل حته اصلا، موجوده في كل الجامعات حتى الاجنبيه ببلاش، وموجوده في كورسز على كل المواقع بفلوس هبله جدا. فاهمني؟ وممكن تلاقي اصلا دكاتره على فكره في الجامعات عندنا منزلين مواد زي دي على اليوتيوب ببلاش. قناه مثلا زي قناه دكتور وليد يوسف، قناه مثلا زي دكتور محمد السعيد، ده منزلين المواد دي اصلا ببلاش. الاوبريتنج سيستم ببلاش، كومبايلر ببلاش، نتورك ببلاش، كل الحاجات دي ذاكرها من على اليوتيوب حتى من غير ولا مليم، ومش هتاخد منك وقت كبير. انما ده السبب ان هم ليه ساعات بيحطوا سي اس دي بقى ساعات بتبقى متعمده مش كوبي بيست، ان هو عايز ناس جوده اعلى ساعات، لان ممكن يكون خد له كام قلم على وشه تمام من ناس مش خريجي كمبيوتر ساينس، فبيبقى زهق بس شويه، بس بيرجع تاني غصب عنه ان هو بيقبل حد من غير شهاده. ليه؟ لان هو السوق بيقول كده بالظبط. مفيش حد يقدر يقاوم الريح، مفيش حد يقدر يعوم عكس الموجه. هو السوق بيقول ان اي حد بيقدر يخش، وان مجالنا مش حكر على حد. وانا هو لا يفرق معايا ايه، انا عايز شغل يمشي. حلو. مش بيفرقش معايا حاجه. حلو.
دلوقتي مثلا لو انا بروجرامر عندي 24 سنه بدات في البروجرامنج، اول مثلا اشتغلت انا 25 سنه، حلو. بقيت جونيور سنتين، بقيت ميد ليفل سنتين، بقيت سينيور سنتين، بقيت تيم ليد، الكلام ده كده اهوت. وبعد كده مثلا لقيت عندي ان انا مثلا 10 سنين اكسبيرينس. حلو. ماشي. في جزء انا كنت بتكلم فيه قبل كده اهوت، هو الجزء ده ممكن يكون عامل كونفليكت، انت بتعرف تتكلم احسن مني بكتير، فانا بس عايز اسمع. انا على قد يا عم عمرو. ماشي. فالجزء بتاع اللي هو ايه، كل ما الاكسبيرينس بتاعتك بتزيد، ايوه ماشي، الاحصائيات كلها بتقول ان انت فرص الشغل اللي بقت متاحه بالنسبه لك قلت. ماشي. الكلام ده عمل ديبريشن لناس كتير جدا. الناس بقى بتخش تشتمني بالاب والام عشان خاطر انا بقول ان انت لما خبرتك بتزيد فرصك بتقل. طيب خلينا نقول حاجه. دلوقتي لو انت عايز تشتري عربيه ب 100,000، حلو، عندك كم موديل عربيه موجود قدامك؟ كتير، قول مثلا 100 عربيه مثلا. طيب لو انت عايز تشتري عربيه ب 10 مليون جنيه، في كم موديل عربيه موجودين قدامك؟ 6 طبعا. ده نفس الكونسبت الطبيعي. انت النهارده لما بترتقي في الليفل بتاعك، مرتبك بيزيد. حلو، تمام. فالعدد، نركز بقى ايه في العدد. عدد الفرص المتاحه يستحيل تكون زي عدد الفرص المتاحه لحد لسه خريج. حلو. يعني دي على فكره ده مش في مجالنا، انا فاهم كل حاجه، ده في اي مجال على فكره. انا وصفتها لك بان انا رايح اشتري اي حاجه من السوق. في كل حاجه. كل ما سعر الحاجه دي بيغلى، كل ما عدد الانترست بيها ممكن ما يكونش بنفس العدد. يعني انت عايز تقول لي مثلا ان عم محمد مثلا بتاع الفول اللي عامل طبق الفول بتاعه مثلا ب 10 جنيه، والله ما بقيتش عارف طبق الفول النهارده بكام. والله يعني اللي عامل مثلا طبق الفول ده ب 10 جنيه، تمام، زي مثلا ان انا اروح مثلا اكل نفس الطبق الفول ده في مول مصر، اكله مثلا ب 500 جنيه طبق فول مثلا. فاهم قصدي؟ لا، فهتلاقي الناس اللي واقفين على مول مصر غير عم محمد اللي الشارع كله واقف عليه بيقول له النبي حط لي في الكيس ولا في الطبق. ده شيء طبيعي. فعادي ان عدد المستويات، وده مش غلط، ده مش غلط، ده شيء طبيعي وصحي جدا. لكن هنا يجي السؤال، انت اصلا اللي خلاك توصل للمستوى ده وخلاك توصل للحالة دي وانت شغال على نفسك وبتطور من نفسك وانت مصر بقرار واعي انك تكمل في المجال ده، فما تقلقش هتلاقي فرصتك. ما تقلقش خالص، هتلاقي فرصتك ان شاء الله. او لو ما لقيتش فرصتك وقتها في اللحظة دي اللي انت مش موجود فيها اصلا، فانت ما تحكمش عليها وانت مش موجود فيها، هتلاقي السكة اللي انت تمشي فيها تكسبك فلوس اكتر من انت تبقى موظف. بالظبط، ممكن تكون بزنس اون. بالظبط. انا ده كان قراري. يعني انا بقرار واعي بعد 10 سنين او 11 سنة شغل، كان قراري الواعي ان انا ابقى بزنس اونر. لو انا كان قراري الواعي ان انا افضل في المجال ده او اشتغل يعني في نفس الكارير بتاع الوظيفه، كنت هلاقي وظيفه. وعلى فكره اتعرض عليا وظائف كتير جدا جدا بعد ما سبت الشغل واشتغلت بيزنس خاص. كل شويه كانت تجي لي وظيفه وبمرتب اعلى من اللي انا عاوزه، بس انا خلاص ستوب، انا مش عايز الكلام ده. انا شفت لنفسي تراك تاني او شفت لنفسي سكه تانية. عظيم. فانت يا جماعه الرزق ده عند ربنا. الرزق ده حاجه معقده جدا، انت مش تفهمها وانت لسه صغير على فكره. بالظبط. مش هتفهم الكلام ده. هتفهم الكلام ده لما انت قاعد تشتغل مثلا شغل خاص، وتبقى انت قاعد مش لاقي ولا مليم، مش لاقي ولا قرش، بص تلاقي مكالمه تليفون جايه لك من حيث لا تحتسب، جاي لك مبلغ كبير جدا، انت ما تعرفش هو جالك منين. وقتها هتعرف ان الرزق فعلا عند الله. مظبوط. فاهمني؟ وان انت ما تقدرش ابدا تحكم الرزق ده. الرزق جاي، فانت ما تخافش على رزقك، انت اسعى واشتغل بالمتاح واعمل اللي عليك، ورزقك جاي لك بقى من البرمجه، جاي لك من حاجه غير البرمجه، جاي لك من شغل في شركه، جاي لك من فريلانس، جاي لك من ان انت بقيت بيزنس اونر. ايا كان خبرتك وقتها هتخدمك في ان انت تعرف تبقى انت عاوز تكون موجود. في بقى سؤال بقى ده مهم جدا بالنسبه لي، علشان خاطر كان مسيطر على شكل اليوتيوب بتاعي اصلا الفتره اللي فاتت ديت، وانت كنت اتكلمت معايا في برايفت، ولكن انا حابب بس اسالك تاني بس عشان خاطر الرد ده هيفرق على الاقل خاص في نفسيه الناس، او هيخليهم ياخدوا قرارات بعد كده قدام مختلفه لاي حد بيبص للمحتوى العربي عامل ازاي والكلام دوت، لان احنا دايما بنحب ان احنا نكون اجريسيف على بعض والكلام ده كله. فاتشتمت اكتر من مره، اوقات برد اوقات ما بردش والكلام دوت، ولكن انت كان ليك فلسفه في الموضوع دوت، او كان ليك حكمه فيه، لان انت كلمتني مخصوص وقلت لي يا عمر انت محتاج انت تعمل 1 2 3. فانت شخصيا انا كنت بشوف بوستات كانت بتتبعت لي بوستات يقول لي الحق ده بص اتقال على باشمهندس علي شاهين ايه، الحق ده نفس الشخص اللي بيشتمك شتم الباشمهندس علي شاهين، او انا عليه مثلا كلمه مش كويسه او الكلام ده.
فليه ما اطلعش اقول لا يا جدعان ده مش انا اللي غلطان، ده هو اللي غلطان؟ ليه ما تعملش كده؟ حلو، ده كلام جميل قوي. بص يا صديقي العزيز، اول حاجه انا شخص ماليش في الصراعات، ما بفهمهاش، يعني ما بفهمش الفكره ان مثلا حد مثلا طلع مثلا شتمني، او حد طلع مثلا قال عليا مثلا كلمه في حقي مش كويسه او كلام من ده. الموضوع ده ما بفهموش اصلا. فاهم قصدي؟ يعني انت لو في مشكله عندك معايا، انت عادي سهل جدا ممكن تخش تكلمني. انا الدنيا بالنسبه لي على فكره سهله جدا اصلا. ممكن تخش تكلمني، والله انا شايف ان انت قلت كذا مثلا غلط، او شفت كذا، انا شايف ان ده مثلا هيضلل الناس او يعمل مشكله مع الناس، فتمام هرياكت معاك وهنظبط الدنيا ونشوف ايه اللي المفروض يتعمل وهنعمله. زي ما انا بالظبط عملت معاك على فكره، يعني لما حسيت ان في حاجه محتاجه تتظبط انا فعلا دخلت كلمتك. ده حقيقي. لان الهدف هو احنا هدفنا ايه؟ هل احنا هدفنا ان احنا نعمل حاجه حلوه عشان خاطر الناس اللي بيتفرجوا علينا دول، ولا هدفنا ان احنا نعمل لقطه على بعض؟ فاهم قصدي؟ اللقطه وعايزين فيوز، مفيش اسهل من كده. بس فعلا بس هي الفكره. الريسبكت اهم من اي حاجه. انا من امبارح كنت قاعد مع صاحبي، وبعد كده راح في واحد في واقف جنبنا كده، هو كان محرج، واقف وقفه غريبه. فالمهم ايه، بعد كده راح جاي يتكلم معايا بيقول لي وانت عمرو؟ فقلت له اه. قال انا متابعك جدا ومش عارف ايه، وفضل واقف جنبنا. ففكره الاحترام اللي بتاخده مثلا من حد دوت احسن بكتير قوي ما انا عملت مثلا فيديو وجاب لي فيوز كتير. صحيح. ومش فكره كده، فكره ان احنا المفروض نتجمع مع بعض، نوحد الكلام اللي احنا عشان ما نشتتش الناس. الناس ما تتلخبطش، الناس ما يحسوش ان في مشكله، الناس ما يكرهوش المجال وما يتضايقوش منه. جدا. دي حاجه كويسه قوي. ده مش هيحصل غير واحنا كلنا محترمين بعض. انا ممكن اكون مثلا موجود قبلك مثلا في المجال يا عمرو مثلا بكذا سنه، ممكن تكون مثلا عندي معرفه ببعض الحاجات في الحياه، مثلا انت مثلا ممكن تكون مش واخد بالك منها. انا ما ينفعش اشوف نفسي عليك. فاهم قصدي؟ لان انا لو شفت نفسي عليك انا مش هستفيد حاجه، والمشاهد مش هيستفيد حاجه. انما ايه الصح ان انا وانت نقعد مع بعض نتفاهم، نشوف ايه اللي المفروض يتعمل ونعمله. يبقى كده احنا يعني انت استفدت، وفي نفس الوقت الناس اللي بيتفرجوا علينا استفادوا. فانا ما بفهمش موضوع الصراعات والخناقات واطلع رد على ده واطلع كلم ده، لان انا عندي هدف ورساله انا بسعى ليها. انا عندي شغلي وعندي حياتي وعندي دماغي اللي ما بسمحش لحد ان هو يلعبني فيها ويبوظها بجد والله. وبعدين عايز اسالك سؤال يا عمرو، هو انا بعمل فيديوهات او بعمل حاجات للمشاهد ولا بعملها للي بينتقدني؟ لا للمشاهد. بس يبقى لما تحصل مشكله عند المشاهد، انا او انت او اي حد نطلع بكل شجاعه قدام الناس، يا جماعه احنا غلطنا في كذا وهنصححه بالطريقه الفلانيه. تمام. زي مثلا على سبيل المثال ان انا مثلا على سبيل المثال ان شاء الله هغير الفيديو بتاع الذكاء الاصطناعي اللي موجود عندي بفيديو تاني. تمام. هيكون فيه رود ماب فيريفايد من ناس خبره في المجال. تمام. دي حاجه انا بسعى عليها ان شاء الله، بدور عليها اليومين دول عشان احسن حاجه انا شفت ان هي، يعني شفت بالدليل القاطع ان كان فيها حاجات مش افضل حاجه. بالظبط. فاهم قصدي؟ مش عيب ان انا اقول مثلا ان حاجه زي دي انا غلطت فيها، لان هو الهدف في النهايه المشاهد مش اللي بينتقد. فلما انا هطلع ارد ابقى انا سبت هدفي الاساسي ورحت لهدف فرعي شتتني عن اللي انا بعمله على الفاضي. وبعدين هنخش بقى في ايه، انا يعني ده هيضطرني ان انا انزل لمستوى معين انا ما ينفعش انزل له. يعني انا المستوى ده انا ما ينفعش اروح له خالص. فاهمني؟ لا احنا كبار اكتر من كده، احنا محترمين اكتر من كده. ما ينفعش ان احنا نروح للمستوى ده خالص نهائيا. فانت النهارده لو حصل ايه، انا مش لا هروح لك ولا هتكلم ولا هقول اي حاجه خالص. انا شغلي هيتكلم عني، الحاجه اللي انا هعملها او شغلي اللي انا ناوي اشتغل عليه او اللي انا ناوي اعمله، هو ده اللي في الاخر هيتكلم عني، وهو ده اللي هيقول ان كنت انا بعمل حاجه كويسه او حاجه مش كويسه. ونفس النصيحه دي هي اللي انا قلت لك بالظبط في التليفون ساعه لما انا كلمتك. قلت لك ركز في اتجاهك وركز في طريقك، بس سيب اللي يقول. انت لما شغلك هيبقى كويس هيتكلم عن نفسه وساعتها اللي هيقول مش هيقول، او ممكن اللي يقول ما يبطلش براحته برضه. خليه هو مركز عليك انت، وخليك انت تكبر، وخليه هو يفضل زي ما هو، او خليه هو يصغر. هو هيكبر لما هيركز على اللي بيتفرج عليه ده ويفيده هو. يعني اللي بيتفرج عليه ده لما هو يستفيد هو يكبر. وعلى فكره انا عايز كل الناس تكبر بالمناسبه، انا مش فارق معايا والله ابدا. بالعكس مش تاكل من فلوسي. انت مش هتيجي تاخد السنه بتاعتي. بالظبط. فلما انت تشتغل بالعكس، يعني دي حاجه محبذه بالنسبه لي جدا. طبعا انا من ضمن الكور فاليوز على فكره بتاعتي يا عمرو ان انا اساعد الناس انها تبقى تكبر، او اساعد الناس انها تبقى احسن. ولو انا مش عايز تساعدهم بالشتيمه، لا طبعا. انا على فكره كان سهل قوي ان انا اطلع اعمل عليك فيديو بالمناسبه. مساعد ليه مثلا اتصلت بيا في التليفون؟ ليه مثلا قلت انا عايز اكلمك؟ ليه؟ انا عايزك انت تكبر، انا عايزك انت تبقى احسن. انت عندك متابعين يا عمرو، اللي بيتفرج علينا دلوقتي ده بيتابعك، ده بيحبك، فده هيفضل يتابعك.
يعني مثلا في اتنين مثلا بعد اذن كلام عايش، في اتنين مثلا دلوقتي يعني انت وباشمهندس سنة زيرو. باشمهندس سنة زيرو مثلا كان مختلف معايا مع حاجه، راح دخل وخد من وقته وفضلنا بنتكلم من الساعه 3 بالليل لحد الساعه 5 الفجر ماشي، وهو عمال بيكلمني ويا عمرو كذا ويا عمرو كذا ويا عمرو كذا. هل هو طلع وكان ببساطه شديده جدا كان ممكن يطلع ويروح قال لا ده عمرو ده شخص مش كويس، ده عمرو ده شخص 1 2 3. انت لما شفتني مثلا كده وكنت مختلف مع اكتر من فيديو انا كنت منزله، عملت ايه؟ رحت مكلمني مثلا دلوقتي يا عمرو والله انت عملت 1 2 3 وانت الفكره عندك مش كامله والكلام ده. نزلت اعتذار مثلا عن شايف فيديوهات ومسحتها بعد ما الباشمهندس مثلا نزل وكلمني، نزلت فيديوهات بسبب الحاجات اللي انت مثلا كنت كلمتني عليها ووضحت وجهه النظر اللي انت قلت لي ان انا انقلها ماشي. فده خلانا فكره ان ما حدش. لكن لما اتشتمت انا مثلا، هل لما انا مثلا شتمت انا مش بتكلم عنك يا عمرو، ممكن اي حد تاني كان ياخد نفس طب انا نفس رد الفعل ده. انت بتهاجمني انا مش هبص بقى انت صح ولا غلط، انا مش هبص انت صح ولا غلط، تهاجمني انا ادافع عن نفسي. ما احنا كده احنا بطبيعه البشر كده. لكن لما انت مثلا دلوقتي انت ما فهمتنيش رحت قلت لي والله يا عم انت كنت غلط في الحته الفلانيه، اقتنعت انا ولا ما اقتنعتش؟ حصل بس اتعلمنا الناس استفادت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تمام: ما نزع الرفق من أي شيء إلا شانه، وما زاد الرفق أي شيء وما وضع الرفق في أي شيء إلا زانه. يعني حط الرفق في أي حاجة تلاقيها بقت أجمل، تمام؟ انزع الرفق من أي حاجة تلاقيها بقت أوحش، بس بمنتهى البساطة كده. فأنا من ضمن الكور فاليوز بتاعتي في حياتي بشكل عام. بس انت فصلت طيب قوي، الناس دايما بتقول ان انت مغرور. والله بيقولوا لي خد بالك بس عشان خاطر انت هتقعد تتكلم معاه شاهين هيتكلم معاك بقى، هو بص انا بتاعتي بس خد بالك بقى ده هو ابيض طمع الناس اللي بين دول بيتحسين، ما يقعد بقى يكلمك كده بقى يا بص هينفخك هو يعني. فاللي هو يعني طيب قوي زياده عن فكره الناس والله انت مش مغرور زي ما كان. لا والله انا شخص بسيط جدا يا عم. يعني انا يمكن اللي يعرفني عن قرب او اتعامل معايا حتى يعني لو انا حتى ماشي في الشارع وانت قابلتني وتعاملنا مع بعض هتعرف كويس جدا جدا ان انا مش مغرور خالص نهائيا. بالعكس انا شخص بسيط جدا في التعامل. انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اتكلم مع اي حد اصغر مني. ليه ما بتطلعش مثلا تشرب بقسماط وبفتح ليه ما بتطلعش تشرب بقسماط وتوزع على الناس حمام مغربي بس؟ لا هو يعني ما فيش الكلام ده خالص يا جماعه. انا شخص مش مغرور تماما، بالعكس. يعني انا حرفيا بجد انا اي شخص بحب ان انا اساعده، وانا ما عنديش اي مشكله تماما ان انا اتكلم او اتفاهم او اتناقش مع اي شخص مهما كان هو مين، طالما احنا بنتناقش بادب واحترام، وطالما في احترام متبادل. طالما احنا قدمنا الاحترام لبعض خلاص نقعد نتناقش نتكلم في اي حاجه عادي جدا نهائيا. والله انا يعني انت حتى نفسك انت هو دخلت قعدت معايا النهارده يعتبر اهو مثلا فتره ادينا قاعدين مثلا ومقضيين مع بعض وقت. هل انت بعد ما احنا قضينا مع بعض يوم كامل هل انت حسيت ان انا مثلا شخص متعالي او لا والله ابدا، والله أبداً. وحتى ده هو عرض انت فاهم يعني، عرض عليا حاجات كتير قوي تساعدني انا كشخص، هو مش هيستفيد منها حاجه بس عرض عليا حاجات كتير قوي تساعدني. لو انت فعلا كنت يعني سيلفش للدرجه او نرجسي او مغرور او الكلام ده كله، طب انت هتحاول تساعدني انا ليه؟ انا مش واقف عليك باي منفعه خالص. صحيح لو انت بتحاول تساعدني انا ليه؟ هي بس فكره ان جودنس بس مش اكتر. بالظبط. لا انا عارف ان انت عندك عدد معين من المتابعين هيفضلوا يتابعوك، فانا الصح والفايده للناس فاهمني ان احنا نتفق صح وان انت تمشي مظبوط. انت ايه المشكله اما انت تبقى كويس وانا ابقى كويس والناس كلها تبقى كويسه؟ ليه لازم انا يعني ليه نفكر بطريقه ان انا لازم ادوس عليك افرمك عشان انا ابقى كويس؟ لا طبعا انا كويس اصلا من غير ما افرم حد. مظبوط. يعني مش محتاج افرم حد اصلا عشان ابقى كويس. مظبوط. فدي الموضوع بمنتهى البساطه. هو ده اللي كان اللي دفعني في البدايه اصلا ان انا اكلمك واقول لك لا احنا محتاجين نمشي في طريق مختلف. احنا محتاجين نقدم للناس محتوى مختلف، قدم لهم محتوى يحبوه، قدم لهم حاجه فعلا تفيدهم. اكيد. ومش اكتر حاجه انت هتعرف تفيد بيها الناس من وجهه نظر الشخصيه هو ان انت تقعد تنتقد كل حد حواليك. اكتر حاجه تعرف تفيد بيها الناس ان انت تنقل لهم الحاجات الكويسه اللي انت اتعلمتها، مش ان انت مثلا ايه، انا مثلا دلوقتي جيت شخص ما قدمتش للناس اي حاجه كويسه ماشي، ولكن ده وحش ده وحش ده وحش ده وحش ده وحش ده وحش. هو انت استفدت ايه لما انا قعدت اقول لك ده وحش ده وحش ده وحش ده وحش؟ انا مثلا دلوقتي في شويه نولج موجوده عندي على الشانل بتاعتي ولكن هي صغيره جدا. باشمهندس علي شاهين مثلا عنده نولج كبيره جدا، صغيره جدا صغيره جدا. طيب حاطط نولج. بس مثلا اسامه الزيق حاطين نولج على الشانل عشان خاطر نحاول نعلمك حاجه. هل في حد بقى
موجه حياته في ان هو مثلا بيقول كلام سلبي على باشمهندس علي شاهين او على اكس كذا او على اكس كذا او على اكس كذا، بيعلمك حاجه، ده من الواقع انا شايفه بصراحه ما بيحصل. بص، احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا، ودي نصيحه للمشاهد على فكره مش لينا وانت، ركز في اتجاهك، بس ركز في اتجاهك، ما تسمحش لاي مشتت يشتتك من اتجاهك، لان اتجاهك هو اللي هيفيدك، وهو اللي عن طريقه انت هتفيد غيرك. اي حاجه تعطلك عن اتجاهك تجاهلها تماما تماما، كانك مش شايفها 100%. تماما، فاهمني؟ الدليل بقى اللي يثبت لك ان انت ماشي في اتجاهك صح، ان انت تكون بتكبر. الناس تكون بتفهمك. هي دي الفكره كلها. ايه هو الناس تكون بتفهمك. ده هو انت عادي، ده بص، كل يعني دي ضريبه النجاح، ضريبه النجاح مفيش حد بيتفق عليه شخص واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب وشتم وحصل فيه حاجات كتير جدا. الله وده فوق الجميع كله، الناس كلها ما اتفقتش على ربنا الناس كلها ما اتفقتش عليه. طبيعي ان حد ممكن، هو طبيعي ان حد ممكن يكون مثلا ما بيحبش علي شاهين، عادي على فكره، يعني انا مش ملاك، يعني طبيعي ان ممكن يكون في شخص ما بيحبنيش على فكره، عادي. فاهم قصدي؟ ان مفيش شخص الناس كلها اتفقت عليه، ما تقللش مفيش مشكله، عادي جدا. فاهم قصدي؟ فهي الفكره كلها ان انا تركيزي فين. انا لو تركيزي في ان انا بركز على اللي ما بيحبنيش، انا مش هعرف اقدم لك حاجه اصلا، لا هعرف اطلع ولا اقدم لك حاجه ولا هعرف اشتغل. انما انا عشان اشتغل لازم اركز على نفسي، بس ده بمنتهى البساطه، وانا عايز اشتغل وعايز افيد الناس، فانا مركز على نفسي. الحقيقه انا اتبسطت جدا النهارده، وانا بشكرك ان انت كنت موجود معايا على الشانل بتاعتي، وان شاء الله احنا هنكررها مره تانية ان شاء الله. بجد انا من اكتر الناس اللي اتعلمت منك اصلا بعيد عن اي حاجه. ربنا يبارك لك يا عمرو، والله انت اخويا، وانا مبسوط جدا بلقائك، واحب ان انا اشوفك مره تانية وثالثه ورابعه. اشكرك جدا. اشوفك على خير يا صديقي. شكرا. مع السلامه.